ومحمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر من مواليد 4 مايو عام 1950 في قرية كفر الترع القديم التابع لمركز شربين بمحافظة الدقهلية. بدأ نشاطه السياسي في نهاية تعليمه الثانوي عام 1966، وبعد عام شارك في تأسيس العمل الإسلامي العام بجامعة الإسكندرية التي التحق بها لدراسة الهندسة، وعين معيدا بها، كما اشتغل أيضا بالتجارة الحرة والمقاولات والاستشارات الهندسية. تزوج الشاطر من المهندسة عزة أحمد محمد توفيق التي تخرجت من نفس الكلية، كما حصلت على شهادة معهد إعداد الدعاء، وأنجب 8 بنات وولدين. ارتبط الشاطر بجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1974، وبعد 7 سنوات من عمله بالجامعة أصدر الرئيس الأسبق أنور السادات قرارا بنقله خارج الجامعة مع آخرين ضمن قرارات سبتمبر عام 81. وفي غضون ذلك حصل الشاطر على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس، ودبلومات في الدراسات الإسلامية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وإدارة الأعمال، كما حصل على دبلوم التسويق الدولي من جامعة حلوان. بعد نقله من الجامعة سافر الشاطر إلى أوروبا وعدد من البلدان العربية، وكان الهدف دراسة، ولكن استهوته التجارة التي ورثها عن والده، فبدأ بالاستثمار في منطقة الخليج وأوروبا، ثم عاد إلى مصر عام 1986 ليؤسس مع حسن مالك شركة سلسبيل التي كانت وقتها من أكبر شركات الكمبيوتر والبرمجيات في مصر، وكانت نواة لعدة أنشطة تجارية بفروع في مختلف أنحاء القاهرة. كما تم اختياره في هذه الفترة عضوا في مجلس إدارة المصرف الإسلامي الدولي، وفي مجلس إدارة بنك المهندسين، وفي العديد من الشركات المساهمة في مصر والمنطقة العربية. في عام 1992 قرر الشاطر وشريكه التوسع في تجارتهما وإنشاء مصنع للكمبيوتر وآخر للآفات التركي، ولكن ألقت أجهزة الأمن القبض عليهما وأغلقت الشركات وصادرت الأجهزة، فيما عرف آنذاك بقضية سلسبيل. وبعد 11 شهرا في السجن أعلنت براءته، وفي عام 1995 تم القبض على الشاطر وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة الانتماء لجماعة محظورة. على مدار سنوات عكف الشاطر على إعداد ما سمي بمشروع للنهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية أيضا بمصر على أساس مرجعية إسلامية من خلال تجارب ماليزيا وتركيا وسنغافورة، فاشتهر داخل صفوف الجماعة بمهندس مشروع النهضة. أحسن حماية لمشروع تحقيق النهضة هو الحشد الجماهيري والتفاف الجماهيري وحماية الجماهير وحماية الشعب. تعرض الشاطر للسجن 4 مرات، الأولى في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر لاشتراكه في مظاهرات الطلبة عام 1968، ثم في عهد النظام السابق أعوام 92 و95 و2001 و2006. وكيف ستلقى الله بدماء المظلومين وأموال المغصوبين؟ اتق الله. وبعد الثورة أصدر المجلس العسكري عفوا عن الشاطر في عدد من الأحكام العسكرية، ومنذ ذلك الحين لمع اسمه كمرشح محتمل لرئاسة حكومة إخوانية بديلة لحكومة الدكتور كمال الجنزوري، كما ظهر نفوذه بعد زيارة المسؤولين الأمريكيين له في مكتبه إبان أزمة قضية التمويل الأجنبي. وأخيرا وقع عليه الاختيار لخوض الانتخابات ليكون أول مرشح إخواني للرئاسة في تاريخ مصر. هو الاسم الذي
فجر اكبر قنبلة سياسية في مصر مؤخرا، هو الرجل الذي يترقب الان ملايين المصريين والاوساط السياسية في العالم كلماته في اول ظهور له بعد ترشحه للرئاسة: واذا كان الاخوان قد اختاروا في الانتخابات البرلمانية شعار نحمل الخير لمصر، فماذا يحمل الخيرة الشاطر للمصريين الذين لا يعرفون عنه الا ما تعرض له من ظلم وسجن ايام النظام السابق. المهندس خيرت الشاطر الملقب داخل الاخوان بمهندس مشروع النهضة معانا النهارده في 90 دقيقة في اول حوار تلفزيوني بعد قنبلة ترشحه للرئاسة التي اثارت عاصفة سياسية كبرى في مصر والعالم. واليوم نحن سنفتح مع المهندس الشاطر كل الملفات بوضوح كامل وشفافية مطلقة وبدون اي خطوط حمراء. فاهلا به وبكم في 90 دقيقة. اهلا بك يا باشمهندس. اهلا وسهلا استاذ عمرو وفريق البرنامج واسرة القناة والسادة المشاهدين الكرام في كل مكان. اهلا بك وسعداء بهذا اللقاء واشكرك على قصتنا بهذا الحوار. شكرا جزيلا. جزاك الله خير. باشمهندس، في ناس كتير جدا من داخل الجماعة ومن الصفوة والنخبة يسمعوا عن اسم المهندس خيرت الشاطر، لكن العامة والناس العادية والمصريين بشكل عام ما يعرفوش مين هو خيرت الشاطر. مين هو المهندس خيرت الشاطر؟ والله انا شفت التقرير اللي انتم مقدمينه في المقدمة وهو غطى جزء يعني سريع ومختصر من رحلة حياتي الطويلة، انما انا ببساطة وباختصار شديد انسان مصري نشأ في احد قرى الدقهلية كما ذكرتم انتم في المقدمة، وانتقل في سن 11 تقريبا الى مدينة المنصورة، وبدأت رحلة طويلة لا استطيع في هذه العجالة ان اتحدث عن تفاصيلها، ولكن اشير باختصار سريع لاهم المحطات في حياتي. كان من اهم هذه المحطات هو اشتراكي في منظمة الشباب الاشتراكي في سنة 1966 وانا طالب في الثانية ثانوي، وكنت في هذا الوقت مسؤول عن طلب الثانوي على مستوى المحافظة. ومن هذه اللحظة بدأ اهتمامي بالشأن العام، وخاصة انه بذل معنا في هذه الفترة جهد فكري كبير مبني على منهجية علمية، وتم محاولة اعدادنا وصناعتنا ككوادر سياسية من هذا الوقت المبكر. وكانت المحطة الثانية بعد هذه المحطة الاولى هي معايشة نكسة 1967 في 5 يونيو، لانها جاءت بعد فترة شحن معنوي كبيرة جدا من نظام الحكم النظام السياسي في ذلك الوقت، فكنا مهيئين لفكرة الانتصار بشكل كبير. فلما جاءت النكسة كانت صدمة كبيرة تسببت لنا في حالة من حالات المعاناة التي كانت لا تتناسب مع مستوانا العمري او سننا في ذلك الوقت، فصنعت منا ما سمي بعد ذلك بجيل المعاناة او جيل النكسة. وده ادى الى تغير توجهي نتيجة ان انا اخذت صدمة بالفعل فكرية ونفسية في النظام السياسي الحاكم والشعارات اللي كان بيرفعها والافكار اللي كانوا بيعلموها لنا، وبدأت اغير اتجاهي واخد خط تاني. فاتجهت في هذه المرحلة الى الجمعية الشرعية، وانا من الاساس كان عندي قدر طبيعي، القدر المصري الطبيعي من التدين، لان لما نشأنا في قرية نشأنا في كتاب القرية وتعلمنا على يد شيخ القرية، فاتجهت الجمعية الشرعية وقطعت فيها جزء من الوقت الى ان جاءت المحطة الثالثة الاساسية، وهي اشتراكي في مظاهرات الاعتراض على احكام محاكمة الطيران بعد نكسة 67 في فبراير 1968. ثم في نفس العام اشتراكي في مظاهرات اسكندرية في نوفمبر 68، وكانت اساسا موجهة ضد فكرة اطلاق النار على الطلاب في مدينة المنصورة بسبب اعتراضهم على تعديلات في قانون التعليم في ذلك الوقت. الشاهد انه سواء قضية المنظمة او قضية النكسة او قضية المظاهرات كانت دروس او مواقف عملية مبكرة في حياتي جعلتني اهتم بالشأن العام وامارس العمل السياسي منذ هذا الوقت المبكر في عمري، مختلفا بذلك عن كثير من الشباب في مثل هذه المرحلة السنية. ثم جاءت المحطة التالية وهي الاشتراك في مظاهرات نوفمبر 68 وما ترتب عليها من سجني 4 شهور في فترة عبد الناصر، ثم ذهابي الى التجنيد في القوات المسلحة في الوقت اللي ما كانتش لسه دفعتي او زملائي تم طلبهم للتجنيد، وصدر قرار من وزير الدفاع او الحربية في ذلك الوقت الفريق محمد فوزي عليه رحمة الله بتجنيد استثنائي. فتجربة السجن المبكر، تجربة الاشتراك في المظاهرات،
تجربة الجيش ايضا والتجنيد في فترة ازالة اثار العدوان او الحرب الاستنزاف، في فترة حرب الاستنزاف في البحر الاحمر كانت محطة رئيسية بالنسبة لي. شفت نزول الدبابات الاسرائيلية بنفسي في 9 سبتمبر 69 وما حدث، شفت الاعتداء على الرادار وكنت موجود في نفس المنطقة. وايضا كان من الجوانب المهمة في هذه المرحلة من حياتي ان منطقة تجنيدنا كانت قريبة جدا من اقدم دير قبط في مصر وهي دير الانبا انطونيادس. فده اداني بالاضافة لمسألة تانية مرتبطة ببداية نشأتي في مدينة المنصورة ان كنا بنسكن في بيت مملوك لأسرة قبطية، وقضية برضو التعامل مع الدير فترة السنة او اكتر من التجنيد برضو احساس بالوطن، احساس بشركائنا في الوطن من الاقباط، التعامل مع العدو الاسرائيلي في هذه المرحلة المبكرة من حياتي. تجربة الجيش كانت ايضا تجربة ثرية وكبيرة بشكل كبير جدا. ثم عدت الى الجامعة بعد فترة من الوجود في القوات المسلحة، وفي عام 1972 بدأنا في تأسيس اول كيان للعمل الاسلامي في جامعة الاسكندرية تحت اسم الجمعية الدينية. ثم بعد ذلك غير الاسم وطور الى مصطلح تاني وهو اسم الجماعة الاسلامية، ودي غير المصطلح المطلق على الجماعة الاسلامية المرتبطة باسم الشيخ عمر عبد الرحمن بعد ذلك. ولكن في هذه المرحلة كان نشاط اسلامي عام بيهدف الى نشر الدعوة والتعريف بالفكرة الاسلامية وتربية الناس عليها. وكان بفضل الله سبحانه وتعالى ليا مع اخرين في الاسكندرية دور في تأسيس العمل الاسلامي، واستمرينا لغاية 1974 في الجامعة في هذا العمل. ثم انتقلت بعد ذلك الى محطة جديدة هي العمل بالتدريس في جامعة المنصورة، والمساهمة ايضا في تقسيم وتطوير العمل الاسلامي العام في هذه الجامعة. وارتبطت بجماعة الاخوان المسلمين في سنة 1974 لان انا من بداية تجربة منظمة الشباب الاشتراكي اتكون عندي قناعة وثقافة واهتمام بشكل قوي جدا لمسألة الاهتمام بالشأن العام والعمل العام. في هذه المرحلة كان من المنظور السياسي قضية العمل العام، في المنظور الاقتصادي دي قضية بعد ما كبرت واتخرجت. دخلت جماعة الاخوان المسلمين، شاركت في كثير من الانشطة. في البداية كان تركيزي على نشاط الطلاب بحكم وجودي في الجامعة، انما بعد ذلك كنت فرد في اللجنة السياسية، كنت فرد في قسم التربية، كنت فرد في مستويات عمل مختلفة داخل جماعة الاخوان، في التخطيط، في التنمية الادارية، في وحدات مريت على مستويات ادارية ومجالات فنية مختلفة في العمل الاسلامي والاخواني. فضلنا في مصر 81 صدر قرار بنقل من الجامعة في احداث سبتمبر، لان السادات لما قرر سجن المجموعة بتاعت احداث سبتمبر بالنسبة للعاملين في الجامعة في الوقت ده اكتفى بنقلهم لبره الجامعة. كنت يومها طالع اقضي فريضة الحج انا وزوجتي، وعرفت بالقرار فقلت لما ارجع من الحج نبقى نتفاهم في موضوع الوظيفة. فاحنا بنحج في اكتوبر تم عملية اغتيال انور السادات، طلب القبض علي ضمن التوسع من اجهزة الامن في اعتقال اعداد كبيرة من الناس في مرحلة التحول بعد اغتيال السادات والتمهيد لحكم حسني مبارك. لما تم اختياره زعلت عليه؟ انا ازعل على مبدأ الاغتيال، انما بالنسبة للشخص وسلوكه ده قضية تانية وتقييمه وطريقة ادارته، لان السادات اخطأ خطأ كبيرا في ادارة المشهد السياسي في اخر سنة من سنوات حكمه تحديدا. انما احنا كمبدأ وموقف منهجنا وفكرتنا وطريقتنا طريقة سلمية 100%، وبالتالي نحن لا نوافق على مبدأ القتل او فكرة الاغتيال او التصفية الجسدية تحت ايا كانت الدوافع وايا كانت الاسباب، لان ده فهمنا لديننا ولطبيعة المنهج الاسلامي. فطبعا ما رجعتش من رحلة الحج، ومريت بمرحلة من التجوال في عدد من الدول. مكثت في منطقة الخليج وفي الاردن وفي اليمن في عدة اعمال اما وظيفية او تجارية، ثم ذهبت للدراسة في بريطانيا للحصول على درجة الدكتوراه. وانا كنت في الفترة من 74 ل 81 انهيت الماجستير في مجال الري والصرف، وانا اصلا التخصص بتاعي في مجال الهندسة الانشائية والخرسانية. وكنت من 74 ل 81 اسست اول مشروع تجاري خاص بيا، شركة مقاولات،
ومكتب هندسي في مدينة المنصورة وبعض المشاريع التجارية الأخرى البسيطة. بحكم انتمائي الأساسي لأسرة، فوالدي رحمه الله كان تاجرا، وجدي لأبي وجدي لأمي كانوا أيضا تجارا، ولذلك لما طلعت بره بعد رحلة بعد عدم إمكانية عودتي خوفا من مسألة السجن بعد اغتيال السادات وطلب القبض علي، تجولت في منطقة الخليج فترة ليست طويلة، وفي عام 1983 ذهبت إلى بريطانيا للدراسة، واستمريت فترة في دراسة الدكتوراه، ولكن شدني العمل التجاري إلى أن عدت وأسست أيضا عدة شركات في أوروبا أو ساهمت فيها مع آخرين، وركزت على التجارة في مجال المعلومات، لأنه كان الكمبيوتر وبالذات البي سي كانت لسه الحاسبات الشخصية كانت مسألة لسه ظاهرة جديد، فشدتني ودخلنا في هذا الموضوع. وعدت مصر على نهاية 86 وبداية 87 بعد ما هدأت الأوضاع، واستأنفت حياتي مرة تانية داخل مصر، ولكن من خلال تأسيس مجموعة من الأعمال التجارية في ضوء إمكانياتي اللي كنت راجع بها من بره، وعملنا هذه الشركات وانطلقنا إلى أن جاء عام 1992 وكانت محطة أخرى مهمة في حياتي، وهي ما سمي بقضية سلسبيل، لأن الأجهزة الأمنية وجهت لنا ضربة في ذلك الوقت لأسباب لم تكن معلومة لدينا بدرجة كافية، ولكن قيل كلام كتير. كنا بننافس شركة مملوكة لحمى علاء مبارك في تنظيم الدورة الرياضية الإفريقية في ذلك الوقت، وكان عرضنا أفضل العروض، فقيل إن ده أحد الأسباب والدوافع، إنما أنا لا أستطيع أن أجزم بذلك أو بغيره، إنما وجهت لنا ضربة ووضعنا في السجن. ودي برضو كانت محطة كبيرة في حياتي، لأنه كان أول مرة أتعرض للحبس أو السجن والتشويه الإعلامي الضخم، وفجأة لقيت نفسي قدام قضية أن أنا بتعامل مع دول أجنبية، وأن أنا بحاول أخترق القوات المسلحة، وأن أنا بحاول أقلب نظام الحكم من خلال الكمبيوتر. ولم تكن كل هذه المفاهيم أو التهم التي قيلت وروج لها في إعلام مبارك في ذلك الوقت لها أي أساس من الحقيقة. احنا كنا بنعمل في عمل تجاري، كان عندنا رؤية ان عايزين ننقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة لمصر. بدأنا بالتجارة والاستيراد، وبعد ما تمكنا من الوصول لحصة جيدة من السوق كنا بنرتب للتصنيع وعمل مصنع الكمبيوتر، لاننا عندنا رؤية، مش مسألة ان احنا بندور على مكسب وبس، بندور برضو على مكسب زينا زي كل زي البشر بشكل طبيعي، ولكن قبل ذلك ومعه وبعده في بعد رسالي، وهو المساهمة في بناء نهضة هذا الوطن، لانه ده الامر اللي كان بيصاحبني طول عمري من اول ما دخلت في منظمة الشباب الاشتراكي في سنة 1966، وصاحبني الى الان وسيظل معي بغض النظر عن اي موقع تنفيذي في حكومة او في رئاسة. فده حلم حياتي، ودي قضيتي الرئيسية اللي انا ارتبطت من خلالها، الاول بمنظمة الشباب، ثم بالجمعية الشرعية، ثم بجماعة الاخوان المسلمين. واللي خلاني اخترت جماعة الاخوان المسلمين انه هذه الجماعة لو تجاوزنا محاولة تشويهها ورسم صورة ذهنية سلبية لها اللي كان بيعملها مبارك وبعض ادواته المختلفة، فنستطيع ان احنا نلخصها بكلمتين بساط جدا، انها رؤية لبناء نهضة الامة على اساس المرجعية الاسلامية. فده اللي شدني لهذا المنهج وارتبطت بيها ودخلت جواها، وده ادى ان انا ادفع وغيري من افراد الاخوان ثمن كبير. كم سنة يا فندم اتحبست؟ تمثل في 4 مرات حبس في عهد حسني مبارك، اجماليهم 12 سنة. 12 سنة في السجن. نعم، سنة 92 سنة، من 95 ل 2000 5 سنين بحكم من المحاكم الاستثنائية المتمثلة في القضاء العسكري في ذلك الوقت. وفي 2001 قعدت اقل من سنة بعد ما طلعت في 2000 وحبست مرة اخرى سنة كاملة، ثم اعيد القبض علي في اواخر 2006 انا واخرين من الاخوان، وتم محاكمتنا محاكمة ايضا استثنائية عن طريق القضاء العسكري. لم يكن مبارك يجرؤ على احالتنا للقضاء المدني، وانما دايما كان الاصل عنده هو القضاء الاستثنائي. وصدرت احكام علي ب7 سنوات، قضيت منهم 4 سنين وربع في حتى قامت الثورة، وصدر قرار بالعفو الصحي عني في 2011 بعد الثورة بشهر ونص. ورأيت بأمي عيني من
دبر لي القضايا ومن حبسني وهو داخل علي في السجن. منطقة ترى كتير مين دخل على حضرتك في السجن؟ من كتير من المصريين لا يعلمون ان منطقة ترى بها 8 سجون، 7 سجون للمدنيين وسجن للعسكريين، العسكريين من رجال الشرطة، 8 سجون. كان من الممكن ان يذهبوا بحبيب العدلي او باحمد عز او بغيرهم ممن سجنوا لاي سجن من السجون السبعة. وجوه السجن اللي كنت فيه في 5 6 عنابر، 4 اساسيين و2 بعد كده اتبنوا او 3، كان ممكن يذهبوا بهم الى اي عنبر، ولكن شاءت ارادة الله ان ينزل السكينة على نفسي وقلبي وقلب من كانوا معي في السجن، ونرى قدرة الله عز وجل تتجلى في ان هؤلاء الناس يسجنوا ويؤتى بهم الى السجن اللي احنا موجودين فيه، وفي نفس العنبر وفي نفس الاماكن اللي كنا موجودين فيه. ويمكن القضايا العسكرية اللي انا احلت اليها كان اللي بيدبر التحريات جهاز مباحث امن الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الرحمن، وكان اللي بيدبر العمليات القبض وتنفيذها جهاز في وزارة الداخلية برئاسة اللواء حبيب العدلي وزير الداخلية، وكان اللي بيعمل قرار الاحالة في المرة الاولى حسني مبارك وفي المرة الثانية جمال مبارك. وربنا سبحانه وتعالى يعني ورانا كمسلمين وكمصريين المشهد. مين اللي دخل انه حسن عبد الرحمن ينام على نفس السرير اللي انا نمت عليه 4 سنين وربع، وان حبيب العدلي يسجن في نفس الزنزانة بعد شوية، وان جمال مبارك وعلاء مبارك يوضعوا في الزنزانة المقابلة ليها مباشرة اللي قضيت فيها اخر حكم 4 سنين وربع. ثم لما تحدث الضجة التي حدثت عن تجمع هؤلاء في سجن المزرعة ينقلوا الى سجن الملحق اللي انا قضيت فيه ال5 سنين الاولين انا واخواني من اخواننا المسلمين، ويسجن احد ابناء مبارك في نفس الزنزانه اللي قضيت فيها 5 سنين. او قابلت مثلا حبيب العدلي؟ لا، هو لما كنا موجودين كانت هم جم على مراحل. في المرحله الاولى جاء حبيب العدلي واحمد المغربي واحمد عز وزهير جرانة، ثم جاء انس الفقي. حصل حوار بينك وبينهم؟ حصلت حوارات مع بعضهم، ولكن حبيب العدلي تحديدا كانت اداره السجن تفصله عن باقي السجناء خوفا من حدوث اي مشاده بينك وبين اللواء حسن عبد الرحمن مثلا. لا، انا حسن عبد الرحمن دخل بعد انا ما مشيت، انما احمد عز كان موجود. زهير جرانة قال لك احمد عز لما قابلك هم طلبوا ان هم يعملوا حوار معانا ويتكلموا ويستفيدوا من خبراتنا في السجون، فقلنا لهم ده الدفع فيها ثمن غالي، اعمارنا واعمار 100,000 من الاخوان سجنوا في عهد حسني مبارك. انما ربنا سبحانه وتعالى ارادت قدرته ان يورينا ويوري الجميع آية انه الانسان لابد انه يتواضع لله عز وجل ويكون حريص على العدل وحريص على سيادة القانون وحريص على رفع المظالم، لانه لو تجبر او تكبر فلا بد لله عز وجل ان يكسره في يوم من الايام، وهذا ما رأيناه. انا الحقيقة لا اقول هذا من باب الشماتة، ولكن من باب العبرة لنفسي ولغيري من الناس كلهم، حتى نعي التاريخ ونعي هذه التجارب ونستفيد منها في ادارتنا لامورنا، في تعاملنا مع نفسنا، في نظرتنا لبعضنا، في حبنا لبعضنا، في صبرنا، في حرصنا على العدل والحرية والكرم. في فيديو عايزين نشوفه مع بعض وبعدين نرجع نكمل حوارنا. نشوف الفيديو ونرجع تاني. وبالتالي احنا كاخوان محتاجين لفترة متدرجة لتصحيح صورتنا عند الناس، والناس هنا ما اقصدش الشعب بس، كمان المؤسسة العسكرية والمؤسسة الامنية، الجهات الدولية، كل دي مسائل تخلي ان انت عشان تتقدم للرئاسة لازم يبقى في قدر من الاطمئنان. صعب ان بعد شحن 30 سنة تيجي فجأة مطارح نفسك للقصة دي وتكرر نموذج الجزائر او نموذج غزة وتعرض الشعب لدرجة من درجات المخاطرة. فاحنا طبعا بيهمنا بالدرجة الاولى مصلحة شعبنا قبل مصلحتنا، مش مسألة فرصة وان احنا نحفظ على الرئاسة او نحفظ على الحكم وخلاص. احنا بنفكر في البلد وفي مصلحتها وبنتشاور، وبركة الصورة هي اللي بتبقى ورا يعني توفيق ربنا، او توفيق ربنا وبركة الصورة هم اللي بيبقوا ورا هذه القرارات. وبناء عليه ولاسباب اخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، الاخوان خدوا قرار بعدم وجود مرشح للرئاسة لهم في هذه الدورة ولا المنافسة على الاغلبية البرلمانية. ده كان حوار لحضرتك في مؤتمر صحفي كنت بتؤكد فيه عدم نية الإخوان وعدم نيتك الترشح للرئاسة، أو نية الإخوان أن يقوموا بطرح أي اسم من أسماء
مكتب الارشاد او ايضا ممن ينتمون للجماعه في منصب رئيس الجمهوريه. صحيح. طب ايه اللي خلاك تغير رايك؟ هو مش انا اللي غيرت رايي، انما الجماعه ككل من خلال مؤسساتها المسؤوله عن صناعه القرار فيها، الممثله في مجلس الشورى بشكل محدد، وكذلك الحزب ممثلا في هيئته العليا ومكتبه التنفيذي، وجدوا ان هناك متغيرات حقيقيه واساسيه وكبيره تحتاج الى مراجعه هذا القرار. ونقدر نقولها باختصار شديد انه وصلنا للبرلمان باغلبيه مؤثره، مش باغلبيه مطلقه بمعنى انها اكثر من 50%، لان وجودنا في البرلمان بنسبه 47.2%. هذه النسبه اللي موجوده في البرلمان بقينا موجودين كطرف فاعل في السلطه التشريعيه، وكنا ترتيبنا على اننا ايضا نكون متواجدين كطرف رئيسي مساهم في الحكومه. وده كان ترتيبنا وتصورنا من اللحظه الاولى، ان احنا الان لا ندخل على المشهد السياسي الكامل بشكل كبير نتيجة المقدمة اللي وردت في هذا المؤتمر من ان احنا نريد ان نرسل رسائل طمأنة للجميع، وان نبدأ في بناء جسور الثقة مع الجميع، مع الاطراف المؤثرة في المشهد المصري بشكل متدرج، لاننا جايين بعد حظر ومنع فترة طويلة وجهود كبيرة في رسم صورة ذهنية سلبية لينا، لهذا ندركه بشكل كبير جدا وواضح. فكنا تركيزنا على الوجود بشكل مؤثر حسب اختيار الشعب في المؤسسة التشريعية، ووجودنا برضو بشكل مؤثر من خلال المساهمة في حكومة ائتلافية واسعة تعبر عن التيارات الكثيرة اللي موجودة داخل البرلمان واللي الشعب فوضها واختارها. ده كان التوجه الأساسي بتاعنا، وظلينا على هذا التوجه وطلبنا بتشكيل هذه الحكومة. ربما في البداية احنا كنا ما عندناش مشكلة كبيرة في انه الحكومة اللي موجودة في المرحلة الانتقالية تنتهي الى نهاية المرحلة، تستمر لنهاية المرحلة الانتقالية، ولكن وجدنا كثير من الادلة اللي بتشير الى انه في ضعف غير مسبوق وطبيعي في ادارة المرحلة الانتقالية من قبل الحكومة الموجودة، في تآكل في احتياطات النقد الاجنبي في مصر، في توسع في تعيين عمالة وغيرها بشكل غير مدروس، في شلل في اتخاذ القرارات اللي ممكن تؤدي لنوع من التعامل الموضوعي مع كتير من المشاكل. اشتكى لنا كل المستثمرون وكتير من رجال الاعمال المصريين بصفة خاصة والناس بره بصفة عامة بان الحكومة لا تتخذ قرار في اي اتجاه والدنيا كلها واقفة. فوجدنا ان الاقتصاد يتدهور، ووجدنا ايضا في محاولة لتفخيخ العلاقة بين مصر وبين العديد من الدول بشكل واضح جدا، وكأنه يراد توريط الحكومة التي ستأتي بعد انتخابات الرئاسة في ورطة او في ازمة كبيرة جدا. بس ده على الرغم يا فندم ان كنتوا كاخوان مسلمين كنتم اول مؤيد لحكومة الجنزوري، وانتم من دافعتم على دكتور كمال الجنزوري. الاصل ان احنا بنحسن الظن وبنعطي فرصة، ودي مرحلة انتقالية، والطبيعي ان المرحلة الانتقالية تكون حكومة ملهاش توجه سياسي محدد لحساسية وجود اتجاه سياسي في ادارة العملية الانتخابية الخاصة بموضوع الرئاسة، وبالتالي ده كان الاصل اللي احنا بنتكلم عليه مع بغض النظر عن الاشخاص، انما تبقى حكومة انتقالية لا تمثل تيارا سياسيا بعينه. ولكن الظروف اللي انا ذكرتها دي من ضعف الاداء وسوءه والتردي، وان احنا وجدنا ان ممكن نوصل على حالة افلاس في خلال 30/6 تيجي الحكومة الجديدة المستقرة لا تستطيع ان هي تتعامل مع الملف الاقتصادي بشكل سهل. ايضا في نقطة مهمة جدا كانت فارقة في هذه المسألة، انه الموازنة العامة فيها عجز بيصل الى 25% من حجم الميزانية. الميزانية بتاعت مصر 560 مليار جنيه، في عجز ربع يعني حوالي 140 مليار. ده كلام البنك المركزي وكلام وزارة المالية وكلام الجهات الحكومية المختلفة. طب يا حكومة هتحل المشكلة ازاي؟ فالمسألة بتبنيها بالدرجة الاولى على فكرة الاقتراض. فجه جزء من هذه القروض هو القروض الخارجية اللي مستهدف انها تكون في حدود 10 مليار دولار، بدايتهم قرض صندوق النقد الدولي، وبالتالي لابد من موافقة البرلمان. طيب مين اللي هينفق هذه القروض؟ قالوا ده العجز بتاع الميزانية في الربع الرابع من السنة، والربع الرابع ده هو شهر 4 و5 و6. الحكومة الانتقالية المؤقتة اللي هي ادائها ضعيف هتاخد هذه القروض او جزء كبير منها وتنفقه بمعرفتها، وفي نفس الوقت
بعد 3 شهور او 4 شهور هتيجي حكومة اكثر استقرارا مطلوب منها حاجتين: سداد هذا القرض في خلال 18 شهر، وايضا مطلوب منها الوفاء ببرنامج الشروط المصاحب للقرض، لان الصندوق ما بيعطيش قروض كده من غير برامج مرافقة. فقلنا لهم يا جماعة الخير امر من 2: اما ان انتوا تأجلوا مسألة الاقتراض لحين وجود الحكومة المستقرة وتبقى المسؤولة عن استلام القرض والموافقة على شروطه اذا وافقت على ذلك وعلى انفاقه، ثم المسؤولة عن تدبير الموارد اللي لازم لسداده بعد ذلك، او تسرعوا تشكيل الحكومة. انما ما هوش منطقي ان حكومة مؤقتة في خلال 2 3 مين يفهم الكلام ده؟ للمجلس العسكري والجهات المختلفة وللجنزوري نفسه. فلم يتم الوفاء بهذا الطلب، لم نمكن من تشكيل حكومة ائتلافية، لانه النظام وفق الاعلان الدستوري وما زال نظاما رئاسيا. وبالتالي المجلس هو ممثل سلطة رئيس الجمهورية، وهو الذي من حقه اقالة الحكومة او تشكيل تكليف جهات اخرى بحكومة جديدة. وبالتالي وجدنا انفسنا رغم ان احنا لنا وجود في الاغلبية البرلمانية، موجودين في السلطة التشريعية، لا يوجد لدينا او لغيرنا من المنتخبين قدرة تنفيذية على المساهمة في بدء حل مشاكل الناس وتيسير امورهم ومشكلاتهم الطاحنة اللي موجودة كل يوم ومتمثلة في البوتاجاز والانابيب والسولر والاكل وكل شيء. وبالتالي خلاص ده مخطط، كأنه مخطط لتحقيق قدر من التآكل لشعبيتنا نحن وكل المنتخبين الاخرين، لان السلطة التشريعية مهمة ولكن لابد من وجود ذراع تنفيذ. وبالتالي كان ملخص المشهد اننا نريد ان نساهم كجزء من السلطة التنفيذية بالاضافة لوجودنا كجزء من السلطة التشريعية نحن مع غيرنا من التيارات المختلفة، حتى يكون عندنا القدرة للتصدي لمشاكل الناس. فلما حيل بيننا وبين ذلك دفعنا دفعا لتقديم مرشح للرئاسة. طيب عظيم. انتم قررتم ردا على رفض المجلس العسكري اقالة حكومة الجنزوري ان تدفعوا بمرشح للرئاسة. طب لماذا خالد الشاطر تحديدا هو المرشح؟ لا، هذه مسألة يسأل عنها الاخوان، لانه الاخوان في هذه الاحوال ما فيش حد بيرشح نفسه. طريقة العمل في جماعة الاخوان المسلمين بالنسبة لانتخابات اعضاء المكتب او انتخاب مرشحهم لرئاسة اي امر او لاي موقف، المجلس الشورى عندنا 123 واحد، فكل واحد بيطلع ورقة ويكتب مرشح، واعلى الاصوات هو اللي بيقدم بشرط حصوله على اكثر من 50% من جسم الجمعية العمومية. وبالتالي دي مسألة انا ما ساعدش ليها ولا كنت برتب ليها، ولكن ده اختيار الجمعية التأسيسية او المجلس. هل انت كنت موافق على هذا الترشيح؟ كنت راضي؟ انا سمعت ان حضرتك عيطت مثلا لما سمعت انهم رشحوك في منصب الرئاسة. والله شوف، انا يعني هفرق بين امرين. انا مش عايز اقول ان انا ما كنتش موافق او رافض لان انا خايف من المسؤولية او خدمة وطني، دي قضية او بلدي، او مسألة ان انا اخدم مشروع النهضة لان ده حلم حياتي وده الموضوع اللي انا عايش عليه انا والاخوان كلهم وكذلك حزب الحرية والعدالة. ولكن القضية ان انا كانسان كنت مرتب اموري ان انا اعتزل اي موقع اداري في سن ال60 واعطي الفرصة اكتر للشباب، لان انا مريت برحلة عمل عام طويلة جدا، وكان جزء كبير من هذا العمل بدأ في مرحلة مبكرة من حياتي، ولذلك انا بعتز بمرحلة الشباب بشكل كبير، وانا من اشد المؤيدين لاعطاء الشباب اكبر فرصة ممكنة. ولذلك كنت واخد قرار ان في سن ال60 اعتزل اي موقع اداري داخل الجماعة او خارجها، ده نمرة 1. نمرة 2، انا ادرك بشكل واضح انه العمل في بناء نهضة مصر واطلاق نهضتها الحديثة بعد الثورة بيحتاج الى جهد كبير جدا، وربما ده يناسب الشباب اكتر ما يناسب. فكنت افضل ان المرشح لرئاسة الجمهورية يبقى من ال 45 ل 55 سنة في هذه المرحلة السنية، واحنا كافراد موجودين بكل ما ربنا رزقنا من خبرة او جهد او طاقة او اتصالات، فنحن في دعم هذا الشخص اللي هيبقى رئيس او رئيس وزارة او في اي مستوى تنفيذي معين. وذلك احنا كمجموعة يعني مرينا بمرحلتين، طول عمرنا مشغولين بمشروع النهضة وكنا بنرتب له ونفكر فيه حتى لما كنا بنسجن. كان من القضايا الاساسية عندنا جوه السجن ان احنا نعمل مجموعات من ورش العمل ونفكر ازاي هنبني بلدنا، ازاي هننهض بيها. انما لما بعد الثورة وبقينا قريبين او موجودين في السلطة التشريعية وقريبين من احتمال المساهمة في السلطة التنفيذية، دخلنا في دراسات بهدف البرامج التنفيذية. لكن حضرتك لما عرض عليك هذا الموضوع قبلت على طول؟
قابلت طبعا، لانه هو ده قرار. لم تعترض لم ترفض؟ ده قرار مجلس الشورى الاصل عندنا في نظامنا، لانه دي طبيعه المساله الديمقراطيه والشوريه. بس في سؤال هنا، هل انت لما تم اختيار حضرتك هل تم الاجماع عليك؟ يعني المعلومات المتوافره والتسريبات الصحفيه بتقول ان كان في اختلاف او في التصويت، وان كان في بعض يؤيدك والبعض الاخر يرفض ترشيح المهندس خيرت الشاطر. هذا الكلام غير صحيح بالمره، وهي تسريبات غير صحيحه. هو الناس خلطوا بين امرين. الامر الاول هو انه مجلس شورى الاخوان او الجماعه تغير قرارها من عدم تقديم مرشح لتقديم مرشح، لان احنا كان عندنا قرار مش اللي واخده مكتب ارشاد ولا واخده شخص معين، وانما اللي واخده مجلس شورى الجماعه اللي هو ال 123 باغلبيه كبيره. وبالتالي عشان هذا القرار احنا ما كناش طرحين تغيير، احنا بنناقش المشهد السياسي ونتعامل معاه ازاي. فبعض الافراد طرحوا احتمال تغيير القرار، ونوقش الموضوع باستفاضه على مدى 3 جلسات في مده يمكن 15 يوم، وعملنا محاولات كثيره جدا. وفي النهايه لما تم تصويت في الجلسه الثالثه تغلبت فكرة تغيير القرار على فكرة الابقاء على القرار السابق بعدم تقديم مرشح. ده اللي ما كانش الفارق فيه كبير بشكل ضخم، انما طالما تم اقرار هذه الفكرة بيتم اختيار المرشح من خلال ان كل واحد من 120 او 123 من العدد الحاضر بيرشح شخص، وبفضل الله كان اجماع العدد الكبير من اخواني عليا بشكل واضح جدا. سؤال في النقطة دي، هل حضرتك عضو في حزب الحرية والعدالة؟ نعم عضو في حزب الحرية والعدالة. لان الحقيقة كانت النقطة دي يعني عليها علامة استفهام، هل الحزب هو اللي رشح حضرتك ولا الجماعة اللي رشحت؟ الاثنين رشحوني. لانه احنا عندنا آلية معينة للتنسيق بين الجماعة والحزب في القضايا الاستراتيجية. احنا الحزب مستقل ماليا واداريا، ولكن بنتشاور في القضايا، يعني نشارك في الحكومة ما نشاركش في الحكومة، ندخل الانتخابات، دي قضايا كلية استراتيجية. والحزب باعتباره الذراع السياسي للجماعة لابد ان يبقى في قدر من التشاور. يوم 31 مارس حضرتك اعلنت استقالتك من منصبك كنائب لمرشد الاخوان وكعضو مكتب ارشاد. طيب السؤال، هل انت استقلت من عملك الاداري كنائب لمرشد الاخوان ام استقلت من الجماعة كلها؟ لا، انا لم استقل من الجماعة، استقلت من المواقع الادارية. وده عرف عندنا داخل جماعة الاخوان، انه لما احد الشاغلين لاي موقع اداري داخل الجماعة يتقدم لموقع عام في المجتمع كعضو برلمان او عضو مجلس شورى او وزير او رئيس جمهورية، لابد ان يستقيل من كل المواقع الادارية، لانه هينتقل الى وضع اخر يمثل فيه كل المصريين. ما عادش ينفع بقى يبقى له ارتباط اداري. المهندس خيرت الشاطر حتى هذه اللحظة هو عضو في جماعة الاخوان المسلمين. نعم مظبوط. طب اذا هل تستمر بيعتك لمرشد الاخوان حتى اذا وصلت الى منصب رئيس الجمهورية؟ رئيس الجمهورية ارتباطه وبيعته للشعب وللأمة اللي اختارته، والقانون والدستور هم اللي بيحكموه، وبالتالي مرجعيته بتبقى للأمة ككل من خلال الدستور ومن خلال مجموعة القوانين المنظمة لدوره وعلاقاته بكل المؤسسات التي تشارك في إدارة شؤون الدولة، سواء كان مؤسسة الحكومة أو مؤسسة البرلمان أو القضاء أو غير ذلك من المؤسسات. يمكن السؤال بيطرح نفسه في هذه اللحظة ايضا، انتماء المهندس خيرت الشاطر هيكون للاخوان ولا هيكون لمصر اذا ما تعارضت الرغبات او اختلفت الاراء ما بين مجلس شورى الجماعة ومرشد الجماعة الذي انت بايعته على السمع والطاعة وبين مصر التي اقسمت لها يمين الولاء امام البرلمان؟ هو ابتداء المرشد ومكتب الارشاد ومجلس الشورى وجماعة الاخوان المسلمين وخيرت الشاطر في خدمة مصر، وهدفنا الاول والاخير هو بناء نهضة هذه البلد على اساس المرجعية الاسلامية، وبالتالي لا يوجد تناقض في الوظيفة الاجمالية. ونحن الان عندما نتحدث عن رؤية سنسعى لتسويقها لكل المصريين، ونقبل كل التعديلات والاستدراك والانضاج والتطوير حتى تكون رؤية لبناء نهضة مصر لكل المصريين، الاخوان وحزب الحرية والعدالة وكل من يقبل ويتعامل مع هذه الرؤية. احنا كاخوان من الاول بنقول اهم مهمة استراتيجية بنسعى لتحقيقها المساهمة في بناء نهضة مصر. وكلمة المساهمة دي تعبير دقيق، لان احنا عارفين ان مهمة بناء نهضة مصر مسؤولية مصريين كلهم، بكل القطاع الحكومي، القطاع الخاص، القطاع الاهلي، الافراد، الاسر، الطلاب، الشباب، الشيوخ، النساء، المسلمين، الاقباط،
كل التيارات وكل الفئات وكل المجموعات مطلوب منها فصيل سياسي زي اي فصيل اخر. وبالتالي لما اكون رئيس جمهورية كل المصريين وملتزم بالدستور والقوانين المصرية ولا مرجعية اخرى غير هذه المرجعية. البعض يمكن عنده حالة قلق شديدة في النقطة دي تحديدا من فكرة تكرار نموذج الإيراني، المشهد الإيراني ما بين الرئيس أحمدي نجاد وبين آية الله خامنئي المرشد العام للدولة الثورة الإيرانية، ويخشون أن يكون المهندس خيرت الشاطر أيضا التبعية والولاء والسمع والطاعة في المقام الأول والأخير لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، خصوصا أن هناك تضارب أحيانا بين السياسة وبين العمل التنفيذي. هذا الأمر غير وارد بالنسبة لنا لسبب فكري أساسي، وهو أن هناك خلاف كبير جدا بين منهج السنة وأهل السنة ونظرتهم لقضية الحكم ومنهج الشيعة. الشيعة في منهجهم ورؤيتهم فكرة الدولة الدينية بشكل قريب من الفكرة التي كانت موجودة في أوروبا في العصور الوسطى. أما عند أهل السنة فالأمر مختلف. القضية والمرجعية أساسا هنا للدستور وللمؤسسات الرسمية الموجودة اللي ساهمت في اختيار هذا الشخص كرئيس للجمهورية. الناس يمكن لا تعلم البزنس الخاص بالمهندس خيرت الشاطر. اولا هو السؤال قبل الثورة، هل كان المهندس خيرت الشاطر هو الذي يدير اموال الجماعة من خلال المشروعات التي يقوم بها ام لا؟ ده اول سؤال في هذا الاطار. اولا الجماعة لا يوجد لديها اموال مدخرة حتى تفكر في استثمار. جماعة كبيرة عندها عمل كبير جدا جدا في مجالات مختلفة، ودائما تعتمد بالدرجة الاولى والاخيرة على اشتراكات افرادها وعلى بعض تبرعاتهم، ودائما هذا اقل من المصروفات المطلوبة، وبالتالي ما فيش تراكم يكون موجود عشان احنا نفكر في استثماره او ادارته. بالعكس احنا دايما عندنا عجز. طيب اذا كان في عجز، لكن الاموال التي يعمل بها الان المهندس خيرت الشاطر هي اموالك الخاصة؟ نعم. ليست اموال الجماعة؟ لا طبعا اموالي الخاصة. هل انت كنت اموال اسرتي تنفق على الجماعة من اموالك الخاصة؟ ابدا، انا في حدود وضعي كاخ من الاخوان المسلمين زي اي فرد تاني له اشتراك معين بيلتزم بيه. طيب ممكن بالتأكيد حضرتك لما قدمت اوراقك للترشح للرئاسة هتقدم اقرار الذمة المالية؟ قدمته بالفعل. ممكن الناس تعرف ما هي اعمال ومشروعات المهندس خيرت الشاطر؟ والله شوف، انا بالنسبة لاعمالي ومشروعاتي ليست سرية. انا عندي مجموعة او بشارك في مجموعة من الشركات، مش بالضرورة اكون بديرها بنفسي الا في حدود عضو مجلس ادارة او المساهمة في الادارة العامة، وده فرضته عليا الظروف. لانه في اخر 19 سنة، ويعني من اول ما كان عندي 42 سنة لغاية دلوقتي، وانا سجنت 12 سنة، وكنت بسجن بدخل واطلع، وبعدين اتسجن، تتقفل الشركة، تتضرب زي ما حصل في اكتر من مرة، يتفرض عليها حراسة، تتصادر اموالي او حصة في هذه الشركات، اطلع احاول تاني اعمل شركة جديدة. فانا لم تتح لي الفرصة لتطوير وادارة اعمالي بشكل كبير كما يتوقع البعض. والصورة المرسومة عند الناس انني امتلك مئات الملايين صورة غير صحيحة. انا رجل اعمال متوسط الحال ككثير من رجال الاعمال متوسط الحال، انما اعلام مبارك في فترة الضربة التي وجهت اليها في اخر 2006 حاولوا عشان يلصقوا بنا تهمة غسيل الاموال، ضخموا جدا في حصصنا، وقالوا في التقرير والتحريات الخاطئة الاولى ان شركاتنا ب 400 مليون جنيه. هل انا اسألك ثروتك كام؟ اتكلم الاعلام وبالغ وتجاوز وقال ده مليارات. المحكمة العسكرية اللي شكلها القضاء العسكري بتكليف مبارك كونت لجنة جديدة في الوقت ده، وبدأت تشوف فحص لهذه الشركات وحصصنا، فقالت انها 25 مليون جنيه، وده كلام مثبت في تقارير القضاء العسكري وموجودة حتى الآن. وطبعا دي القيم الرسمية اللي موجودة سواء في حصص من العقارات او حصص من الشركات، ربما القيمة السوقية اكثر من هذا الرقم الآن. طبعا بعض هذه الاعمال والشركات تأثرت سلبا بضربة 2006 و2007، كان المفروض الحظر على هذه الشركات الى شهرين سابقين، وبالتالي لم تنطلق الانطلاقة الكبيرة اللي كانت ممكن تحدث لو كانت الظروف بتاعتنا طبيعية. فأنا لست مسؤولا عن الصورة الذهنية الظالمة التي رسمها الإعلام لتبرير ضربات مبارك. إذا ثروة المهندس خيرت الشاطر 25 مليون جنيه فقط؟ يعني كقيمة رسمية في الأوراق، وربما القيمة السوقية تزيد عن ذلك بعض الشيء.
يعني كام يا فندم؟ يعني في ظل هذا سنعلنه عند انتخاب رئيسا للجمهوريه، انما الان موجود هذا بالارقام وبشكل محدد في اقرار الذمه الماليه، ولا مانع عندي من اعلانه اذا فزت برئاسه الجمهوريه بشكل واضح. في عندنا اشكاليه كبيره جدا، وعندنا تقريبا تجربه سابقه ومراره تجربه سابقه، ودايما كنا عندنا يعني شعار بنقوله، والبعض يقول لك العلاقه تزاوج السلطه مع الثروه علاقه غير شرعيه، والبعض قال لك انها علاقه زنا كمان، يعني لما وصل الى هذا الحد الحقيقه. انت كرجل اعمال النهارده وعندك مشروعات تجاريه، كيف تقنع المواطن المصري انه من الممكن ان يكون رئيس مصر القادم رجل اعمال؟ اولا عندك بيزنس وعندك اولا الخطوه الاولى، انا لا يوجد عندي ثروه كبيره حتى نتحدث عن زواج الثروه بالسلطه. فيعني ما املكه اقل بكثير من اي انسان عادي. هتعمل فيه ايه لو بقيت رئيس يا فندم؟ الامر الثاني، انا نتيجه انشغالي بالعمل العام ونتيجه حبسي لفترات طويله فانا لا اقوم باداره اي شيء، وانا بالفعل الان يعني كل ما يمكن تسييله او بيعه بخلصه وبوزع ما املكه على اولادي، واحتفظ بجزء بسيط للانفاق على نفسي وزوجتي وابني القاصر الوحيد من الابناء كلهم، ولا انوي الاستمرار في ممارسه العمل التجاري في حاله وجودي كرئيس للجمهوريه او في اي منصب اخر تنفيذي، وحتى بدون اي منصب، لانه انشغالي بالشان العام ودعم برنامج ومشروع النهضه لم يترك لي مجالا لاداره اي عمل تجاري. البعض بيتساءل النهارده، المهندس خالد الشاطر ترشح عن جماعة الإخوان المسلمين، طيب لماذا يتم اختيار الدكتور محمد مرسي كمرشحا أيضا عن حزب الحرية والعدالة، ويتم تحويلك من مرشح الحزب والإخوان إلى مرشح مستقل من خلال التوكيلات التي حصلت عليها من قبل أعضاء حزب الحرية والعدالة تحت قبتي البرلمان مجلسي الشعب والشورى؟ نعم والله احنا ما كانتش هذه النية عندنا بدرجة كبيرة، ولكن الالتباس والارتباك والاضطراب في المشهد السياسي في الايام الاخيرة هو الذي دفعنا ان نفكر بهذه الطريقة. ترشح السيد عمر سليمان رئيس المخابرات الاسبق ونائب اخر نائب لرئيس مبارك قبل تنحي مبارك او قبل نجاح الثورة بازاحة نظام مبارك، حضوره الى مقر اللجنة الانتخابية في يومين متتاليين وسط حراسة شديدة جدا من افراد القوات المسلحة، وهو ما لم يتح ولم يتم التعامل فيه مع غيره من المرشحين بهذا الشكل. تهليل الاعلام الرسمي لمسألة ترشحه بشكل غير طبيعي، حتى ان التلفزيون الحكومي اعلن ان انا تنازلت له انا والفريق احمد شفيق، وهذا لم يحدث على الاطلاق. فده القى قدر كبير من الهواجس في المشهد والاضطراب في المشهد السياسي. النقطة الثانية والمهمة بالاضافة لهذه النقطة، انه احنا حزب وجماعة بنقدم مرشح للرئاسة، وبنختلف عن اي شخص بيتقدم بصفته الشخصية، لانه الشخص ده عنده مشروعه الشخصي، ما وراش حزب ولا وراه جماعة. احنا بنتكلم عن مشروع لنهضة مصر بتتبناه الجماعة وبيتبناه الحزب، وبالتالي ما يتحملش فيه نسبة مخاطرة. فلما وجد الظرف السياسي في قدر الالتباس، في كلام مثلا صدر عن احد المرشحين باحتمال مسألة اغتيالات، وبالتالي كان لنا ان نقدم مرشحين من باب الاحتياط. ليس مش الدكتور محمد مرسي احتياطي للمهندس خيرت، لان ما حدش عارف مين اللي هيكمل الموقف. هل انت قلق من اخراجك مثلا تحت مظلة استغلال العفو او ان هذا العفو غير قانوني؟ انا مانيش قلق، ووضع القانوني مدروس بدقة، لانه في امرين فيما يتصل بهذا الوضع. الاطار الاول هو السياق السياسي لمسألة ترشحي، رغم اننا كنت محاكم مرتين عسكريا بتوجيه من مبارك احل القضاء العسكري، حسن عبد الرحمن عمل التحريات، حبيب العدل نفذ عمليات القبض والسجن، الثلاثة موجودين في السجن، الثورة قامت. فلا يعقل ولا يقبل من ناحية منطقية ان النهاردة يطاردني حسني مبارك وهو مسجون بعد ان طاردني وهو حاكم. الان هو مخلوع وهو مسجون. فالنهاردة محاولة اعاقة ترشيحي تحت دعوى القضايا العسكرية هو اعلان صريح وواضح ان الثورة لم تقم وان مبارك يحكم مصر، لانه ده استمرار لارادة مبارك اللي دبر هاتين القضيتين دول فيما يتصل بالاطار والتكييف السياسي للمسألة. اما فيما يتصل بالتكييف القانوني، انا قضيت حكمين عسكريين، واحد انتهى في سنة 2000 ومن حقي اعمل رد اعتبار بعد 6 سنوات، وده حدث بالفعل وعملت رد الاعتبار وموجود عندي هذا.
والامر الثاني، القضيه الثانيه اللي خرجت منها بعد الثوره، انا لم اتقدم بطلب عفو صحي كما يتصور البعض. انا طلب مني ان اتقدم بعفو صحي عند الافراج عن ايمن نور قبل الثوره بسنه وشويه. كان جمال مبارك لو تذكر سيادتك رايح امريكا في رحله لتسويق نفسه كمرشح او كرئيس محتمل، وارادوا ان هم يبعتوا رساله للاعلام الغربي وللمسؤولين في الغرب وللراي العام بان هم بيطلعوا سجناء الراي. فقرر الافراج الصحي عن ايمن نور، وجاء الي مسؤولا في جهاز امن الدوله وطلب مني ان اتقدم بطلب للعفو الصحي، لانه احنا كنا 18 واحد في السجن من الاخوان المسلمين في اخر قضيه، وقال لي اكتب طلب للعفو الصحي عشان تخرج. فقلت له لن اتقدم بطلب للعفو الصحي، اذا عايزين تخرجوني نخرج احنا 18. انما انا المتهم الاول، فانا لا من ناحيه الاسلام ولا من ناحيه المروءه ولا من ناحيه الاخلاق اكون واقع عليا ظلم انا ومجموعه موجوده معايا في نفس القضيه واقبل ان انا اتقدم بطلب للعفو الصحي واخرج بمفردي. اذا كنتوا عايزين تخرجونا خرجونا مع بعض، هتسيبونا خلاص احنا قاعدين مع بعض ما عندناش مشكله خلاص. وفعلا رفضت ان انا اتقدم بطلب العفو الصحي. فلما قامت الثوره القرار الاول لاخراجي انا ومن معي في ذلك الوقت تم عن طريق عفو صحي، ولم اكن انا الذي طلبته، ولم اكن. دي كانت مبادره من المجلس العسكري؟ مبادره من المجلس العسكري من وزير الداخليه. يا فندم في هذا الاطار هل كان هناك اي صفقه في هذا الاطار؟ لان الدكتور محمد حبيب خرج وقال ان كان هناك صفقه، وان الصفقه دي كانت ما بين اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهوريه ده قبل او فتره الثوره مع الدكتور سعد الكتاتني والدكتور محمد بديع، وكانت الصفقه تحتوي على فكره ان يتم سحب الاخوان من ميدان التحرير في مقابل الافراج عن حضرتك من داخل المعتقل. هذا للاسف محض خيال وافتراء ولا يوجد اي دليل عليه، والدليل على ذلك ان الثوره كملت ومشي مبارك ومشي عمر سليمان وانا كنت في السجن، واستمريت بعد الثوره حوالي شهر تقريبا موجود في السجن ما خرجتش، وبالتالي الكلام ده غير صحيح. انما الموضوع تطور بعد كده وقالوا ان الصفقه بين المجلس العسكري والاخوان الافراج عن المنطقه. فاحنا لما خرجنا الاثنين اللي كانوا فاضلين من القضيه خرجنا فعلا بقرار عفو صحي في هذا الوقت، ولكن حدث وده اللي بيعمل اللبس والخلط القانوني عند بعض من يتصدى لهذه القضيه في الاعلام الان، لانه بيبني على مساله فكره العفو الصحي ولا يدري او لا يدرك باقي التطورات اللي حدثت بعد ذلك. احنا لما طلعنا بعد كده القضيه بتاعتنا دي كان مقدم فيها للمحاكمه العسكريه 40 واحد، 8 منهم كانوا خارج مصر، فصدرت ضدهم احكاما غيابيه فلم يعودوا، ما حدش هيجي يرجع يدخل السجن، فعاشوا حياتهم بره. فبعد الثوره بدا بعضهم في العوده، فتمت اعاده محاكمتهم، لانه ده وضع طبيعي. اي واحد بياخد حكم غيابي الاصل عندما يقبض عليه او يسلم نفسه ان تتعمل اعاده للمحاكمه. احنا كنا اصلا في القضيه الاخيره موجهه لنا تهمتين، غسيل الاموال والانتماء لجماعه محظوره. القضاء العسكري في 2007 لما عمل المحاكمه دي اسقط تهمه غسيل اموال واثبت براءتنا منها وان ما عليهاش دليل، فبقت تهمه الانتماء لجماعه المحظوره، فحكموا عليها ب7 سنوات، واخرين ب3 واخرين ب5 واخرين ب10. فلما اعيدت محاكمه المتهمين او المحاكمين سابقا غيابيا فاخذوا براءه، لانه التهمه الاساسيه بتاع حظر الجماعه كلام خلاص اصبح غير واقعي وغير منطقي. فلما صدرت براءه عن هؤلاء الناس اصبحنا امام حاله قانونيه جديده، ان في امور حيثيات صدر الحكم الجديد على اساسها، فبناء على ذلك تم اعاده النظر وصدر قرار باسقاط الاحكام الصادره ضدنا ال18 واحد اللي نفذوا الاحكام وكافة الآثار المترتبة والتبعية على هذا الحكم، فانعدمت الأحكام وكأنها لم تكن. ففين المشكلة؟ وبالتالي لم يعد هناك حاجة لفكرة رد الاعتبار اللي البعض بيأسسها على مسألة العفو الصحي. إذا موقفك القانوني في ضوء ما ذكرت حضرتك سليم، طب ليه بقى الدفع بمرشح آخر زي الدكتور محمد مرسي لإعطاء انطباع ما بين قوسين أن الجماعة تريد أن تحتكر السلطة أو سلطة الرئاسة تحت اي مسمى؟ لا، هي الجماعة لا تريد ان تحتكر، ولكن الجماعة جادة في تقديم مرشح للرئاسة، ولانها حزب او جماعة الان لها برنامج، فهي بتحافظ على كل الاحتمالات والمخاطر. افرض النهاردة واحد تعرض لمكروه بعد ما تحدث احد المرشحين في قضية الاغتيالات، بغض النظر عن انا لم اتلقى تهديد، ولكن احد المرشحين من غيرنا طلع وقال ان في بعض بيهددوه، والمشهد السياسي الان ملتبس،
والتعامل مع ملف السيد عمر سليمان بهذه الطريقة ملف يثير كثير من التساؤلات هذه النقطة تحديدا والاشتباه، وبالتالي كان لابد من الاحتياط، وده ما كانش عندنا بس. العديد من الاحزاب فكروا بهذه الطريقة، وقدمت في اليوم الاخير اكثر من محاولة لترشيح مرشح احتياطي، وانا هنا لا اصف الدكتور مرسي بانه المرشح الاحتياطي او انا المرشح الاصلي. احنا الاثنين مرشحين، اللي هيكمل فينا او يعيش هو هيبقى المرشح الاصلي. لو انا اللي كملت فالدكتور مرسي بيدعمني، لو هو اللي كمل انا اللي بدعمه، لاننا اولا واخيرا نتبنى برنامج ورؤية ورآهم حزب وجماعة، والعبرة هنا ليست بالشخص. الدكتور جمال حشمت القيادي في حزب الحرية لما سئل عن فرص الدكتور مرسي في حالة ابعاد حضرتك قال بالنص، قلنا له الا تعتقد انها، قال بالنص ان الفرص واحدة. مش شايف ان ده يعني شوية في نوع من التكبر شوية او الثقة بالنفس المتزايدة؟ لا شوف، هو اصل احنا ما احناش عايزين نحكم على قراءة شخص للمشهد وتحليله. انا ممكن احلل بطريقة وانت تحلل بطريقة تانية، والدكتور جمال يحلل بطريقة ثالثة، نتفق او نختلف. خلي العبرة بنتائج صناديق الانتخابات لمن سيصل الى ايه المميزات التي يعني يحصل عليها دكتور محمد مرسي حتى تؤهله للترشح لمنصب رئيس الجمهورية؟ الدكتور محمد مرسي دكتور مهندس. نعم. هو رئيس الحزب، له فترة طويلة في العمل الإخواني والعمل السياسي، كان هو رئيس الكتلة البرلمانية في البرلمان من سنة 2000، وأدار هذا الملف في القسم السياسي وأشرف عليه بعد ذلك، وكان هو همزة الوصل الرئيسية مع كثير من الأحزاب والقوى السياسية على مدار أكثر من 10-15 سنة بشكل كبير جدا، وبالتالي وهو الآن رئيس الحزب، فأمر منطقي وطبيعي أن يقدم كمرشح. ترد بيه على اللواء عمر سليمان عن اتهامه المنشور اليوم في صدر صحيفة الأخبار، الصحيفة الواسعة الانتشار، بيتهم جماعة الإخوان ان هم هددوه بالقتل، وقال ان هم ارسلوا له رسائل على موبايله بتقول سوف نثأر منك. اولا انا لست متأكدا ان هذا التصريح صدر عن السيد عمر سليمان، فاذا الصحفي معاه انا اقول ما اعتقده، يعني هو انا مش عارف، ما شفتش، لانه انا عانيت كثيرا من اخبار مغلوطة وتحريف. بس ده حديث مع الاخبار مع الزميل الصحفي الاستاذ مصطفى بكري. انا لا اختلف مع مصطفى بكري او لا اشكك في اي حد، انا بس بتكلم كقاعدة عامة ان انا عانيت كثيرا من هذه المسألة، حتى في احاديث مسجلة ومكتوبة، ويبقى عندي التسجيل الصوتي والصحفي يروح يكتب حاجة تانية. برضو انا ما بشككش في حد، ما بهاجمش حد، ما ببينش انه الاصل في الصحفيين هو التزوير او التغيير او التحريف، ولكن من باب الموضوعية ان انا اقول انه ده احتمال ما يكونش صحيح، ولو كان هذا الكلام صحته او ثبت صحة نسبته للسيد عمر سليمان فهو كلام خطأ 100% او غير صحيح. الاخوان المسلمين سجنوا في عهد عبد الناصر بشكل كبير جدا، وتعرضوا لمحنة شديدة في 54 و 65، وسجن حسني مبارك منهم 100,000 مرة، انا منهم اتحبست 4 مرات ب 12 سنة، وما طلعش واحد من الاخوان عمل حاجة ضد حسني مبارك ولا ضد حد من وزرائه ولا ضد حبيب العدلي ولا قبله حسن الالفي ولا حليم موسى، وكل دول حبسونا واذونا، وقتل لنا ناس في السجون، قتل ناس في التعذيب، وقتل ناس في مداهمات، واتحبس ناس كتير، واتصدرت اموالنا. مفيش ولا مرة واحدة خرجنا عن خطنا السلمي، لا اتمسك اي ورقة ولا دليل ولا مكالمة تليفونية ولا جهاز تصنت طلع هذا الكلام، فهذا كلام غير صحيح بالمرة. ولو ثبت صحته ونسبته للوزير عمر سليمان يبقى مؤشر خطر كبير، لأن طريقة التفكير هذه اعتادتها بعض المجموعات الخاصة في الأجهزة الأمنية في مرحلة ما قبل الثورة، وهذا قد يكون جرس انذار وخطر عظيم جدا على المشهد السياسي المصري الحالي، لأن احنا الآن في عرس الديمقراطية، احنا الآن في مرحلة تحول ديمقراطي، عايزين هذه التجربة تاخد مسارها الطبيعي، وتقدم المرشحين اللي عايزين يترشحوا، والشعب يمارس حقه ودوره ويختار اللي هو عايز يختاره، واحنا نضرب تعظيم سلام للشعب والاختيار. ليه قلت او اعتبرت ترشيح السيد عمر سليمان اهانة للثورة؟ لانه الثورة عندما قامت بغض النظر عن لحظات البداية، انما من بدايتها لنهاية مسارها كان واضح ان لها هدف رئيسي كبير جدا، هو اسقاط النظام السياسي نظام الحكم اللي بيمثله مبارك ومجموعته. فليس من المنطقي والطبيعي ان يحاول البعض الان من رموز هذا النظام اعادة انتاج نظام مبارك مرة اخرى، وخاصة
انه تمت محاولة سابقة بشكل مشابه. مبارك لما قرر يتنحى قال يا جماعة قبلها بشوية انا اخترت عمر سليمان نائب، وبعدين النقطة الثانية بعد شوية لو تذكر طلع تصريح وقال انا نيتي ان دي الدورة الاخيرة ومش هدخل، وبالتالي اصبح واضح ان في نوع من التهيئة لاحتمال وجود عمر سليمان كرئيس جمهورية في اكتوبر في ميعاد الانتخابات، والشعب لم يقبل ذلك ورفضه بشكل واضح. فنحن قد مللنا من نظام الاستبداد اللي مثله مبارك لمدة 30 سنة، ومارس اكبر عملية افساد واستبداد ونهب منظم لثروات وموارد مصر، وصلتنا للحالة اللي احنا موجودين فيها الان من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية ومن الناحية الاجتماعية. فالشعب جد الان في انه عايز يصنع مصر الحديثة مصر الجديدة من خلال بناء نظام سياسي يعبر عن الثورة واهدافها، ومن خلال اطلاق مشروع متكامل للنهضة يحقق للانسان المصري الحد الادنى من الحياة الكريمة والحياة اللائقة بهذا الشعب الذي عانى كثيرا لم تتح له فرصة حقيقية في بناء نفسه وبناء نموذجه الحضاري رغم خبرته الحضارية التاريخية الطويلة جدا جدا وابداعه على مدار التاريخ. النهاردة تقدمت كثير من البلدان اللي بدأت بعدنا واللي كانت ظروفها اصعب مننا زي البرازيل وفيتنام وكوريا وغيرها، فلا اقل من انه هذا الشعب العظيم المليء بالطاقات والقدرات والقدرة على الابداع والقدرة على الانجاز ومواجهة التحديات انه تعطى له الفرصة لبناء النظام السياسي واطلاق نهضة حديثة. لو تولى عمر سليمان الرئاسة تقبل تكون رئيسا للحكومة في ظل رئاسته؟ لا اقبل. طب ما هي تداعيات فوز عمر سليمان في تقديرك؟ انا لا اعتقد ان هناك احتمال لفوزه الا لو حدثت عمليات تزوير، وهذا ايضا لا اتوقعه. طيب طبيعة او اسباب سفر حضرتك الى دولة قطر قبل اعلان نيتك او اختيارك للترشح في منصب الرئيس من قبل الحزب وجماعة الاخوان؟ البعض بيقول ان حضرتك سافرت قطر حتى تحظى بدعم سياسي، وانك تحظى بدعم سياسي من امير قطر وايضا تحظى بدعم مالي. صلح لي هذه المعلومات او قول لي حقيقتها ايه. اولا بصفة عامة قطر او غيرها قضية الدعم المالي من اي طرف كان غير جيوب الاخوان واشتراكاتهم والحزب واشتراكاته ده غير موجود. واي انسان عنده دليل على ذلك يقدمه، ولا نستطيع ان ننساق وراء كلام في الصحافة احيانا مغلوط او بعض احاديث مرسلة لبعض الشخصيات بدون اي دليل. واحنا لو تفرغنا لهذا الملف وردنا على هؤلاء الناس عندنا كلام كتير ممكن نقوله عليهم وعلى تورطهم هم في عمليات فساد مالي واسعة، ولكن ده مش منهجنا ولا سياستنا. احنا بنركز على العمل وعلى البناء ولا نلتفت كثيرا للاكاذيب ومحاولات التشويه اللي بتتم في مواجهتنا. النقطة الثانية، انا لما سافرت قطر وسافرت بلدان اخرى غير قطر واستقبلت الكثير من الوفود هنا، لم يكن لذلك اي علاقة باي درجة من الدرجات بموضوع الترشح. انا منذ اختياري مرشحا من خلال المجلس الشورى لجماعة اخوان المسلمين والهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة لم اغادر مصر، وانا والله لم اعرف قضية الترشيح ولا احتمالاتها الا في اخر جلسة لمجلس الشورى، لاني كنت اتمنى من كل قلبي الا يتم اختياري والا اتصدى لهذه المسؤولية الضخمة، وانا الان تجاوزت 60 سنة وعندي 62 سنة، فلم يكن الموضوع مطروحا عندي. وربما بعض السادة المشاهدين قرأ تعليقات بناتي واولادي على النت عند خبر او عند قرار ترشيحي، ووجد انه كان الرد الفعل العام اللي موجود عندنا كعيلة حتى عدم الترحيب بهذه الفكرة وعدم قبولها. وبالتالي مسألة ان انا كنت عارف ورحت ارتب مع قطر او مع غير قطر، فهذه مسألة غير موجودة. اي علاقة بين حضرتك ومن امير قطر؟ اي علاقة تفاهم، علاقة حوارات، صداقة؟ لا، انا هقول لك بمنتهى الوضوح والتحديد. احنا من بعد الوصول لاغلبية واضحة في البرلمان ونتائج المجلس الشعبي تحديدا، وادركنا اننا اصبحنا قريبين من فكرة المساهمة في تشكيل حكومة ائتلافية بتضم كل التيارات اللي موجودة. بدأنا نشغل بدرجة كبيرة جدا كإخوان وكحزب وحرية وعدالة من خلال مجموعة من اللجان المتعددة في مجالات مختلفة بالترتيب لبرنامج النهوض بمصر من الناحية التفصيلية، لأن زي ما ذكرت
احنا الاطار العام لمشروع النهضه مشغولين بيه طول عمرنا، وحتى واحنا في السجن بنشتغل عليه. انما الجوانب التنفيذيه والتفصيليه هنعمل ايه في الاسكان وفي التعليم وفي الصحه وفي النقل وفي السياحه وفي الطرق والكباري والري والزراعه، وهنعمل ايه في الاقتصاد، دي مساله خلاص بدانا نركز عليها بشكل كبير، لان دي حكومه هتدير دوله، ما هيش مساله بقى انه هنتكلم عن نوايا طيبه وعن شعارات وعن افكار. انت لازم بتتكلم على برنامج تنفيذي تشتغل من خلاله، ودي مساله بالنسبه لنا جديده وبالنسبه لمعظم المصريين، لان مبارك جرب في الحياه السياسيه في مصر وكذلك الحياه الاقتصاديه. فاحنا كنا محتاجين امرين اساسيين في هذه المساله. الامر الاول هو التواصل مع اكبر قدر ممكن من اهل الخبره في التجارب اللي نتج عنها حالات نجاح في الدول المختلفه، عشان ما نبداش نخترع العجله من الاول. فانا الاقي التجربه الايطاليه او الالمانيه فيها نموذج ناجح في اداره المشروعات الصغيره والمتوسطه، فانا اشوف هذه التجربه وادرسها واشوف انا ممكن استفيد منها في حالتي ازاي. الاقي تجربه للمشروعات المتناهيه الصغر اللي تتعامل مع حاله معدلات الفقر الواسعه اللي كانت موجوده في الهند، واحنا كمصريين عندنا عدد كبير من مواطنينا الاعزاء بيعانوا من حاله الفقر ومن التهميش. واول مسؤولياتنا كاسلاميين وكجماعه اخوان وحزب حريه وعداله اننا نهتم بهذه الفئات، ان احنا نوصل الانسان المصري المحتاج ده لسد احتياجاته، لتوفير قدر مناسب من الحياه الكريمه في اكله وشربه في سكنه هل امير قطر ابدى استعداد المشاركه مثلا المساعده؟ هقول. فاذا القضيه دلوقتي الاول مع كل الدول بصفه عامه بنركز على مساله نقل الخبره والاستفاده من التجارب، مع ادراكنا وقناعتنا وايماننا بان كل بلد لها خصوصيه، وانه يصعب ان تاتي بتجربه معينه وتنسخها. لقينا مثلا في تركيا ان هم ضعفوا الناتج القومي 4 مرات في 10 سنين، تجربه جديره بالدراسه والاهتمام. هل احنا ممكن نعمل كده ولا لا؟ لقينا تجربه متميزه في ماليزيا، لقينا تجربه متميزه في جنوب افريقيا في قضيه محاربه الفساد، في قضيه العداله الانتقاليه، ان انت النهارده بعد مرحله ثوره وكان صور فساد وظلم كتير هتعمل ايه؟ تتصرف ازاي؟ فاحنا كنا محتاجين لخبرات وما زلنا، فبنسافر بلاد كتيره، بنستضيف وفود، بنبعت وفود لاكثر مما يمكن ان يتصوره احد. مش اقف عند قطر وبعدين انا هتكلم عن مشروع النهضه لسه. طيب. انا عايز اعرف علاقتك ايه بامير قطر، ومدى صحه ان امير قطر عرض او حصل تفاهم بينك حضرتك وبينه على فكره تاجير قناه السويس لقطر لمده 99 سنه. ما انا هقول النقطه الثانيه. النقطه الثانيه اللي احنا بنبحث عنها هي البحث عن اكبر قدر ممكن من الشراكات الاستراتيجيه في المجال الاقتصادي. تمام. احنا في المجال الاقتصادي عندنا اشكاليه ان مواردنا الكبيره دلوقتي مواردنا بتاعت الحكومه ضعيفه وفيها نقص. ايوه. وبالتالي هيبقى احد المسارات الرئيسيه، ونحن مجبرون على ذلك مش مساله اختيار، الاعتماد على الاستثمارات للمستثمرين ومجموعات ومؤسسات التمويل المصريه ثم العربيه ثم الاجنبيه. تمام. وده يتطلب ان احنا نمد جسور الاتصال مع اكبر عدد ممكن من رجال الاعمال والمؤسسات والبنوك التي تساعد في عمليه الاستثمار. هذا الموضوع انا بعمله غيري من الفريق المساعد ليا واللي موجود في الحزب وفي الجامعه بقالنا عده شهور، وعملناه مع مجموعات كثيره جدا في كل الدول وبنعرضه على كل الناس، ولكننا لم نتطرق مع اي جهه ما حكوميه او شخصيه لمشروع بعينه. قطر يا فندم انا بقول اهو، انا زدت سؤال عند قطر. هل حصل هذا لم يحدث على الاطلاق؟ امير قطر هذا لم يحدث على الاطلاق. هذا لم يحدث على الاطلاق، وهي قصه مختلقه مفبركه، وانا لم يكن عندي فكره حتى عن هذا المشروع عندما نشرت بعض الافكار عنه في الصحف. هذا لم يحدث على الاطلاق. امال ايه دار يا فندم بينكم وبين امير قطر في هذا الاطار؟ هل مثلا فكر انه يدعم مصر يخش في مشروعات اقتصاديه؟ لا، انا لا اتعامل الا قليلا مع الحكام والحكومات الرئيسيه، انما غالبا بتبقى معظم لقاءاتنا مع بعض المتخصصين في عالم الاقتصاد، مع المستثمرين، مع مجموعات التمويل في المناطق المختلفة. نتحدث عن المبدأ. احنا دلوقتي عندنا رغبة في ان تستثمروا في بلادنا، عندنا ايه المشاكل اللي بتقابلكم في الاستثمار، ايه العقبات، ايه الاراء، ايه المقترحات، عشان نصل في النهاية لصياغة برنامج ورؤية وتوفير بيئة جاذبة
للاستثمار، سواء كان مستثمر مصري او عربي او اجنبي. بعض الاخوه الاخباط عارفين ان انا هعمل حوار النهارده مع حضرتك، بعضهم منزعجين جدا من ترشح حضرتك، خصوصا لما انت اعلنت وقلت ان هدفك هو تطبيق الشريعه الاسلاميه. بوضوح، ما هو موقفك من الاخباط في مصر؟ الاول انا بقول هدفي الاول والاخير هو بناء نهضة مصر على السلم المرجعية الاسلامية. نعم. ده العنوان او التصريح اللي انا دايما بقول. صحيح. ومش مسؤول عن اي تصريحات اخرى بتتقال في اي حته، عشان بس يبقى الصورة واضحة. نمرة 2، الاقباط شركاء في هذا الوطن وجزء رئيسي من نسيجه، وانا قلت في مسار حياتي ان في عنصرين اثروا في حياتي وكانوا من المحطات الرئيسية. النقطة الاولى ان احنا نشأنا في المرحلة الاولى في حياتنا في المنصورة من سن 11 ل 18 تقريبا في بيت مملوك لأسرة قبطية، واتعودنا على التعايش والتعامل وفق ما تعلمناه من ديننا وتربيتنا وثقافتنا الإسلامية، ولم يكن هناك أي حالة من حالات التوتر في مسألة التعايش بين المسلمين والأقباط بصفة عامة وبالنسبة لي بصفة خاصة. والموقف الثاني لما قعدت أكثر من سنة بتعامل مع دير الأنبا أنطونيادس وكثير من الرهبان اللي موجودين جواه في منطقة وادي عربة. ده على المستوى الشخصي يا فندم. على المستوى السياسي بقى النهارده. على المستوى السياسي وعلى المستوى الفكري دعنا نقرأ حاجتين. الحاجة الأولانية ان الإسلام كمرجعية بتتضمن بالضرورة ان المسيحية مرجعية الأتباع، فالمعروف بشكل واضح جدا لكل من يتعامل مع المنهج الإسلامي والشريعة الإسلامية انها تعطي لإخواننا الأقباط أو لكل أهل الكتاب الحق الكامل في الاحتكام لمنهجهم هم في كل ما يتعلق بأمورهم. دي مسألة واضحة ومنتهية. النقطة الثانية إن احنا على مستوى التاريخ كله في 1400 سنة في حالة من حالات التعايش بيضرب بها المثل في كل مكان، وأنا لما بقابل كتير من الغربيين بيتكلموا عن هذا بمنتهى الوضوح. حصل مرتين مشاكل. المرة الأولى في فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وحاول احداث قدر من الواقعة بين المسلمين والاقباط، والحمد لله فشلت هذه الخطة وتجاوزناها. المرة الثانية في نهاية فترة السادات وإثارة ما سمي بالفتنة الطائفية والجزء الأكبر من مرحلة مبارك كانت سياسته بتقوم على قضية فرق تسد. هو عارف انه في اخوان وفي مسلمين وفي اقباط وفي جيش وفي رجال اعمال، فكان هدفه الرئيسي او سياسته الرئيسية واللي كان بيساعده فيها بدرجة كبيرة صفوة الشريف محاولة الواقعة بين كل الاطراف واحداث حالة من حالات التوتر. فظهرت كثير من الوسائل والادوات اللي خلت حالة التوتر دي موجودة والاحتقان. ساعد في اسكائها وجود بعض غير الفاهمين من الاطراف المختلفة سواء من الاقباط او بعض المسلمين. انما اصل الفكرة الاسلامية والمنهج الاسلامي انه هو يعني بيؤمن بقضية التعايش بشكل اساسي. مثلا لو سيادتك تذكر رحمة الله عليه الاستاذ مصطفى المشهور عندما طالب بتطبيق الجزية على الاقباط. نعم. هو عبر عن موقفه بعد كده. نعم. ووضح ايه اللي كان بيقصده، ودي قضية بالنسبة لنا مستقرة ومنتهية، وانه ما يطبق على الاقباط هو دينهم ومنهجهم، واحنا بنقدر مسألة واهمية العودة لحالة التعايش الطويلة اللي عشناها مع بعض، وهم شركاء في الوطن وشركاء في بناء مشروع النهضة ايضا. والنقطة المهمة جدا، انتم لن تطبقوا الجزية على الاقباط في مصر؟ لا طبعا. نعم. طيب يمكن في هذه النقطة تحديدا، هل انت ممكن حضرتك تختار نائب رئيس ليك قبطي؟ هو شوف، انا مش عايز احصر المسألة في قبطي او مسلم او من اي تيار معين. انا مؤمن بشكل كبير جدا، ودي رؤية الحزب ايضا، انه لابد لقضية الرئاسة ان تتحول الى مؤسسة، وان احنا نخرج من دايرة الحكم الفرد اللي كانت موجودة قبل كده. وهذه المؤسسة لابد ان تتكون من مجموعة من الافراد بالاضافة للرئيس. قد يكون هناك نائب او اكثر، كان يكون يعني حزب الحرية والعدالة النائب فيه دكتور رفيق اظن قبطي. طبعا ان يكون هناك مستشار او اكثر او مساعد او اكثر، ولكن نحن ما زلنا في حالة دراسة لتحديد المواصفات المطلوبة في هذا الفريق في حالة نجاح مرشح الفكرة نفسها في منصب الرئاسة كمبدأ لا مانع نائب رئيس، ولكن خلينا نتفق ان العبرة توفر المواصفات المطلوبة في الشخص القيام بوظيفته. المرأة، لان انا ضد فكرة هل هناك مانع لوجود مرأة نائب رئيس؟ لا يوجد. نعم. طيب يمكن برضه يا فندم ده يخليني اسألك على فكرة، هتطبقوا الشريعة ولا مش هتطبقوا الشريعة؟ ما انا ده موضوع يحتاج شرح طويل شوية، لو كان وقت البرنامج يسمح
نحن نتحدث عن بناء النهضة كلها أي. على أساس المرجعية الإسلامية. والمرجعية الإسلامية مفهوم واسع وكبير وكلي، لأنه البعض أحيانا بيتعامل مع مفهوم الشريعة بشكل محدود، والمسألة أوسع من ذلك بكثير. أي. فهذه المرجعية تتضمن أجزاء ثلاثة. الجزء الأول كل الأمور المتعلقة بعلاقة الفرد بربنا سبحانه وتعالى من عقائد وعبادات وغير ذلك، وهذه أمور محددة بشكل دقيق ولا مجال للاجتهاد فيها، وهي موجودة عند المسلمين وعند الأقباط وعند اليهود مع اختلاف التفاصيل. النقطة الثانية هي مجموعة القيم اللي بتمثل الحد الأدنى لاستقرار الحياة الجماعية، انه بيمنع الكذب على سبيل المثال عشان حق المجموعة البشرية في تداول المعلومات الصحيحة، بيمنع السرقة عشان حق المجتمع البشري في الحفاظ على ممتلكاته الخاصة والعامة، وهكذا. ودي موجودة في الرسالات الثلاثة مع اختلاف التفاصيل. الامر الثالث والمهم اللي بيغطي جزء كبير جدا من مساحة الحياة، تنظيم المجال الاقتصادي، المجال السياسي، المجال الاجتماعي، المجال التعليمي، المجال الثقافي، لانه المنهج الاسلامي منهج جاي لفترة زمنية طويلة بدأت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتستمر الى قيام الساعة، وانه لن تأتي رسالات سماوية اخرى، فاقتضت حكمة الله عز وجل ومشيئته انه يحدد مجموعة من القواعد الكلية لإدارة هذه الملفات ووضع النظم التفصيلية على اساس هذه القواعد. باشمهندس بعد اذنك دي كلها تفاصيل، انا بس عايز اجابة واحدة، هتطبقوا الشريعة ولا لا؟ ما هو اللي انا بقوله ده هو الشريعة. هو اللي هتطبق ولا لا؟ هو اللي انا بقوله ده الشريعة. ولابد من وجود المرجعية، ونحن نتحدث عن بناء نهضة على اساس المرجعية الإسلامية. يعني هتطبقها يا فندم ولا لا يا فندم؟ ما هو ده يدل على انك ما فهمتش كلامي للاسف. انا فاهم، انا اتحدث بشكل واضح عن الشريعة كمرجعية واسعة. انا مستوعب تماما. المرجعية الواسعة دي المشروع بتاعنا قايم على اساسها. انا مستوعب ده. الجزء الرئيسي في القواعد الكلية بيحتاج هتطبقوها يا فندم. هتطبقوها. طيب عايز رد من سيادتك على ما قيل على حضرتك حصلت على موافقة امريكية لضمان دعمك اثناء لقائك مع جون ماكين لما كان في مصر. ما هي طبيعة علاقتك بالجانب الامريكي؟ هو الحقيقة انا لا توجد لي علاقة خاصة بالجانب الامريكي، وكل ما اشيع بهذا الصدد فيه نوع من المبالغة والخطأ بشكل واضح جدا. احنا مرينا بمرحلتين من بعد الثورة لغاية دلوقتي كاخوان وحزب حرية وعدالة. المرحلة الاولى جاءت الينا مجموعات كثيرة من العاملين في مراكز الدراسات والصحفيين بعض اعضاء البرلمان من البرلمانات من الدول المختلفة، يتعرفون على الاخوان المسلمين وعلى حزبهم وعلى رؤاهم في المواقف المختلفة. كان معظم هذه الوفود في المرحلة الاولى من اوروبا، ولم يأتي احد من امريكا على الاطلاق ليستكشف هذه المسألة. وده حصل على مستوى الجماعة وعلى مستوى الحزب بشكل واسع جدا، وعشرات المجموعات جاءت والوفود. وبعدين بدأوا بعد ظهور نتائج المرحلة الأولى أو الجولة الأولى من المرحلة الأولى في انتخابات مجلس الشعب يتم تصعيد في المستوى شوي. بدأ رجال السلك الدبلوماسي وبعض نواب الوزراء في الدول المختلفة وبعض الوزراء في عملية تواصل مع الحزب ومع الجماعة، وكانوا بقى أسئلتهم هنا أكثر وضوحا وتحديدا. في الأول كان يمكن بيتكلموا في قضايا لها طبيعة فكرية شوي، إنما في المرحلة الثانية بدأ التركيز على المشهد السياسي وطريقة قرايته وايه العوامل المؤثرة فيه وايه احتمالاته، وخاصة مع تصاعد احداث العنف في محمد محمود ومجلس الوزراء ومسبير وما الى ذلك. وبالتالي جاءت وفود كثيرة جدا، وفي هذه المرحلة جاءنا كثير من السفراء الغربيين، وبدأ برضو السفارة الامريكية تأتي الى الحزب وتأتي الى الجماعة لاستطلاع الرأي واستكشاف الموقف، شأنهم شأن كل السفراء الغربيين. ودخل على الخط سفراء اسيا كلهم، ودخل على الخط سفراء دول الامريكتين، ودخل على الخط الامريكان تحديدا. هل عندهم حالة قلق من ترشيح حضرتك ولا لا؟ سفير استراليا، وده حصل بشكل واسع جدا. لما خلصت مرحلة الاستكشاف بدأنا احنا ناخد نوع من زمام المبادرة. نقول طيب احنا عندنا دلوقتي مرحلة المشاركة في الحكومة في الفترة الجاية قبل ظهور مسألة الرئاسة، فعايزين دعم في نقل الخبرة في تجارب حالات النجاح زي ما ذكرت من شوية، وعايزين الحديث عن التعاون في المجال الاقتصادي. تجاوب الدول الاسيوية اكثر من تجاوب الدول الاوروبية، واكثر من تجاوب الولايات المتحدة الامريكية. فاحنا هذا الاطار العام اللي مرت به مراحل العلاقة. جه جون كيري وزار الحزب، وجه ماكين وزار مقر الجماعة،
وجات مجموعه من الكونجرس ومجموعه من مجلس النواب، من مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وطبعا لانه الامريكان جاءوا بشكل متاخر عن الاوروبيين، فما زال معظمهم في مرحله استكشاف، مش زي الاوروبيين خلصوا مرحله استكشاف وبيتكلموا عن المشهد السياسي وبعض التفاصيل اللي جواه وامكانيه التعاون ونقل الخبره في بعض الامور المتعلقه ببناء مصر الحديث، وكذلك الاسيويين. انما الامريكان ما زال معظمهم في مرحله الاستكشاف. هل لديهم اي قلق من ناحيه ترشيح حضرتك للرئاسه؟ والله لم يبدو لي ذلك، لا قلق ولا اطمئنان، يعني عشان المسألة تبقى واضحة، لأن هم بيسألوا طب رؤيتكم للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، طب تعاملكم مع الغرب، بالغرب بيتكلموا كتير في قرض الصندوق النقدي الدولي، يعني دي تقريبا القضايا اللي كانت. في وفد راح من الحزب التقى بمسؤولين أمريكيين، اللي الصحف الأمريكية قالت إن مهمة هذا الوفد هي طمأنة الأمريكان، على إيه بالظبط؟ لا هو غير صحيح، هو اللي حصل إنه أنا لما جاءتنا وفود أوروبية كثيرة دخلنا في مرحلة تانية بعد شوية، إن كتير من الجهات في أوروبا كانت بدأت توجه دعوات للحزب عندنا انه يرسل وفود يقابلوا البرلمان او يقابلوا بعض الاحزاب، يقابلوا بعض الجهات الحكومية، يقابلوا بعض البعثات الدبلوماسية، يقابلوا بعض المجموعات الاقتصادية والمجموعات اللي بتشتغل في مجال الاستثمار. ده بنتلقى عدد كبير جدا من الدعوات، وسافرت وفود منا ومن الحزب، من الحزب تحديدا يعني اكثر من الاخوان، من الحزب نفسه الى بريطانيا والى فرنسا والى اسبانيا والى المانيا والى الدنمارك والنرويج والى الصين والى جنوب افريقيا، والان في ترتيب لزياره الهند، وذهبوا الى سنغافوره. فالمساله متكرره بشكل كبير. الوفد اللي ذهب اخيرا الى الولايات المتحده الامريكيه وفد بيمثل الحزب بدعوه من مؤسسه كارنيجي، كانت عامله ندوه عن دول الربيع العربي، وكان فيه ممثلين من المغرب وممثلين من ليبيا وممثلين من تونس وممثلين من مصر. فالمسألة ليست قاصرة عليهم، طبيعي لما يروحوا ويعرفوا الناس اللي هم موجودين فبيبقى لهم أفراد وبتعمل معهم حوارات في مجالات مختلفة، ولكنها ما زالت في مرحلة استكشاف الإخوان المسلمين. وفد الكونجرس بعد الاجتماع قال الوفد ان هم سعداء باللقاء اللي عملوه مع حضرتك، لان حضرتك اكدت لهم على الالتزام بمعاهدة السلام. السؤال، موقفك ايه من معاهدة السلام مع اسرائيل؟ هو الاول للأسف والأسف الشديد ان هذا اللقاء تضمن 3 موضوعات ولم يتعارض بقضية من حيث المبدأ. وهذه القصة اختلقها احد المواقع الإخبارية الموجودة على النت وحطها بين الموضوعين اللي احنا اتناقشنا فيهم. احنا اتناقشنا في 3 موضوعات. الموضوع الاولاني كان متعلق بقضية الدستور وكيفية وضعه، مسألة التوافق وكيف تكون. والموضوع الثاني طبيعة تصورنا لعلاقة مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبعدين في الآخر أحد هؤلاء السادة النواب قال أنا عندي سؤال مهم عايز أسأله. قلت له اتفضل. قال لماذا لم يتم ترشيح أبو تريكة عضوا للبرلمان على قائمة حزب الحرية والعدالة كما أعلن في بداية الانتخابات؟ فقلت له والله الحقيقة انه اللاعب محمد ابو تريكة له شعبية واسعة جدا وانسان محبوب بدرجة واسعة من اغلب المصريين ان لم يكن كلهم، فقد يكون الذي منعه من ذلك هو انه اراد الا يتخذ موقفا سياسيا او حزبيا فيؤثر على شعبيته. فدول كانوا 3 موضوعات. انا فوجئت بموقع اخباري مشهور ومعروف انا مش هقول اسمه حط بين الموضوع الاولاني والثاني انا عايز اعرف موقفك ايه بقى من المعاهده. 6 سطور خاصين بالموضوع، وبعدين في نفس اليوم برامج التوك شو وكثير من الصحف تناولت الموضوع وتحدثت عنه بشكل كبير. حزب الحريه والعداله اعلن في غير لاكثر من مره انه احنا كحزب بصفه عامه سواء بالنسبه لاتفاقيه كامب ديفيد او كل الاتفاقيات اللي موجوده واللي ابرمتها مصر، نحن ملتزمون كحكومه بغض النظر عن تحفظاتنا وارائنا في اي اتفاقيه من هذه الاتفاقيات. فالاصل ان مصر بلد مؤسسات، ومش هيعقل اطلاقا ان مع كل تغيير نظام سياسي او حكومه هنعيد النظر او هتهد. يعني جماعه الاخوان هتعترف باسرائيل؟ وجماعه الاخوان انا بقول موقف الحزب السياسي الان اللي هو بيقدم مرشح للرئاسه او اللي هيشكل او هيساهم في تشكيل حكومه. حزب الحريه والعداله المنبثق عن جماعه الاخوان هيعترف باسرائيل؟ النقطه الثانيه اننا ندرك تماما انه كان في اتفاقيتين في كامب ديفيد، واحده خاصه بمصر والثانيه كانت خاصه بحقوق الشعب الفلسطيني. مظبوط. وقد ذكر الرئيس السابق جيمي كارتر عندما زارنا ان المصريون اتفقوا بما عليهم ولكن الاسرائيليون لم يتفقوا بالاتفاقيه الثانيه. النقطه الثالثه ان احنا مع دعم الشعب الفلسطيني الكامل وحقه في الحصول على حقوقه المغتصبه
ورفع الظلم الواقع عليه، سواء فيما يتصل بحصار غزة او فيما يتصل بالكنتونات المصنوعة في الضفة الغربية والمعاملة المهينة لهذا الشعب الفلسطيني، فنحن ندعمه بكل قوة، ونحن في كل الأحوال ندعم اختيار الشعب الفلسطيني والحل اللي بيرتضيه. يعني دي قضية أساسية. هتعترفوا يا فندم بإسرائيل أيضا باشمهندس؟ أنا عايز إجابة في هذا الإطار. هتعترفوا احنا مين؟ الإخوان أنا بتكلم على مشروع كرئيس يا فندم النهارده. لا مصر هي اللي معترفة بغض النظر عني. إذا ما توليت الرئاسة النظام السياسي معترف بغض النظر عن مكوناته وأفراده. وإحنا النهارده هنحتفظ بأي اتفاقية تحقق مصلحة الأمن المصري والأمن العربي ككل، ونقف ضد أي اتفاقية تمثل تهديد أو خطر على أمن مصر أو الأمن العربي. النقطة الأخيرة في هذه النقطة إن مصر ستكون دولة مؤسسات، وأنه لن يتخذ فرد أيا كان موقعه قرارا بشكل منفرد. احنا بلد مؤسسات، اللي عايز يقترح تعديل معاهدة أو إلغائها أو وضع معاهدة جديدة ففي آليات لمثل هذه الأمور لابد من التزامها، ولن نتخذ في هذه الموضوعات قرارا منفردا. هناك لغط حوالين علاقة الإخوان بالمجلس العسكري في قرار ترشيح حضرتك، هناك من يرى أنها صفقة وهناك من يرى أنها صدام، الحقيقة إيه؟ هو أكبر دليل أن اللغط ده هو تردده بين فكرة الصدام وفكرة الصفقة، أنه لا يوجد شيء، لا صدام ولا صفقة، لأنه لو كان في صفقة ما كانش احتمال الصدام بقى موجود، ولو كان احتمال الصدام موجود يبقى فكرة الصفقة مرفوضة. إنما إحنا بنقول بمنتهى الوضوح والتحديد أن الجيش مؤسسة وطنية قومية كبيرة ومهمة، ومن أهم المؤسسات التي ينبغي أن تكون موجودة في مصر. ونحن كإخوان وحزب حرية وعدالة بل وكل المصريين يعتزون بهذه المؤسسة، وسنحرص ويحرص المصريون جميعا على تطويرها وتقويتها والحفاظ على تماسكها. ماهوش موضوع مطروح للإضعاف أو الصدام أو التهديد، لأنه ده أمن مصر القومي. القضية مش قضية أشخاص ومش قضية إدارة، قد يكون لنا بعض الخلاف أو التوافق معهم في بعض سبل الإدارة أو موضوعات الإدارة. نتكلم على بلد دلوقتي، فدي مؤسسة. أنت مثلا النهاردة لو اختلفت مع المؤسسة الأمنية الداخلية أو مع جهاز من الأجهزة اللي موجودة، فده أمر ممكن علاجه بشكل أو بآخر. إنما إلا مؤسسة الجيش كجيش بغض النظر عن الأفراد، لأنه ده ذراع مصر الأساسي للدفاع عن أمنها القومي. إذا المهندس خيرت الشاطر، إذا ما تولى رئاسة الجمهورية في مصر موقفك إيه من القوات المسلحة؟ هل سوف توجد لهم مكانة خاصة، تعامل خاص، مساحة خاصة في التعامل أم ماذا؟ مش المهندس خيرت الشاطر، واجب على أي رئيس مصري أو أي حكومة مصرية أو على الشعب المصري أن يحافظ على مؤسسة القوات المسلحة ويدعمها بكل سبل وصور الدعم المختلفة، حتى لو اختلفنا مع بعض قياداتها في مواقف من المواقف أو شأن سياسي أو شأن إداري. لازم نفرق بين الأمرين دول. وبالتالي احنا كنا في مسار علاقتنا في الفترة اللي فاتت زي ما ذكر أكثر من مرة، والله إذا أحسنوا بنقول لهم أحسنتوا كمجلس عسكري، إذا أساءوا أو أخطأوا من وجهة نظرنا، ودي مسائل ممكن التقديرات تختلف فيها، نقول لهم إن أنتوا أخطأتوا. فإذا أقنعونا بأنه هذا لم يكن خطأ اقتنعنا، وإذا لم يكن أصرنا على موقفنا. والدليل على ذلك لما طرحت قضية وثيقة السلمي ووضع مبادئ فوق الدستورية، نزلنا بمليونية للشارع مرتين، وده شيء طبيعي ومنطقي. فاحنا علاقتنا ومواقفنا بكل الأطراف بما فيها المجلس العسكري بتتحدد بناء على تحقيق أهداف ومصالح الثورة. الثورة لها هدفين رئيسيين: بناء منظومة سياسية جديدة، تحقيق مشروع نهضة للبلد ككل في الفترة. طول ما الأمرين دول بيتحققوا، حتى لو حدث نوع من البطء، حتى لو حدث نوع من الاختلاف في وجهات النظر، دي ما هيش مشكلة كبيرة. إنما لما بنجد أي أمر من الأمرين دول مهدد، زي مسألة وثيقة السلم على سبيل المثال، لأن احنا كنا بنعترض على الآلية. نحن نرى وندعم حق الشعب المصري في صياغة مستقبله وتقرير مصيره بشكل أساسي. دي نقطة أساسية. طيب، يعني يمكن البعض بيسأل برضو، إذا ما توليتم الرئاسة هل المجلس العسكري سوف يستمر؟ هل تستعين بالمشير طنطاوي ليكون قائدا عاما للجيش ورئيس الأركان كما هو، أم ماذا؟ أم تغير في القيادات؟ وهل ستستمر في دعم الأفكار الاقتصادية التي تقوم بها المشروعات التي تقوم بها القوات المسلحة من مصانع وشركات وغيره؟ هو احنا لازم نفرق بين أمرين: بين وضع القوات المسلحة وخصوصيتهم وأهمية الاهتمام بهم بدرجة كبيرة، وبين مسألة الشفافية وحق الشعب في درجة مناسبة من درجات الرقابة.
وده اللي يمكن احنا مركزين عليه جدا في المرحلة الحالية، وبندرس تجارب كثيرة للدول المختلفة في كيفية تحقيق التوازن بين مسألة الخصوصية ومسألة الشفافية، لانه مش منطقي انك تتكلم عن موازنات تسليح او تفاصيل تسليح مثلا على صفحات الجرائد ولا في القنوات التلفزيونية، لان دي ما بتحصلش في اي بلد تاني. وفي نفس الوقت مش ممكن نغض الطرف عن كل صور المراقبة وحق الشعب في انه يعرف الامور بتمشي ازاي. انما التوازن ده يتم ازاي؟ ده اللي بندرسه حاليا من خلال جملة من التجارب اللي موجودة في دول مختلفة، بينها بعض الدول المتقدمة، بعضها بين الدول اللي ظروفها قريبة من ظروفنا. وفي كل الاحوال سنتقدم بما نصل اليه من دراسة كطرح، ليس بالضرورة ان يكون ملزما للجمعية التأسيسية، فاذا خدته او خدت بغيره وبعدين استفتى عليه الشعب هنلتزم جميعا بما يستقر عليه الشعب بعد الاستفتاء في هذا السبق. المشير كما هو كقائد عام للقوات المسلحة اذا توليت الرئاسة؟ المسألة الان انا ما عنديش تصور محدد من سيبقى ومن لا يبقى، لانه في حالة وصولي للرئاسة، الرئاسة ستكون مؤسسة كما ذكرت، وهيكون قرارنا موجود بشكل جماعي بالتفاهم مع مؤسسة الحكومة ومؤسسة البرلمان ومؤسسة القضاء كل في مجاله، ومع مؤسسة الجيش ايضا، لان الجيش جزء رئيسي من منظومة السلطة التنفيذية في البلد بشكل انه هو المسؤول عن مسألة الدفاع وعن الامن القومي. فالقضية ما احناش عايزين نحطها في سياق ان احنا اطراف بنعيش حالة صراع، دي مسألة لابد ان نتجاوزها كمصريين، وندعو الى التكامل والتنسيق والترابط والتوحد والتحالف والتآلف في الفترة القادمة، لنتحرك جميعا في منظومة فيها اكبر قدر من التناغم للخروج بالوطن من ازمته الراهنة اقتصادية وسياسية واجتماعية، واطلاق بناء نهضته الحديثة. هل تقبل ان تكون رئيسا بلا صلاحيات في ظل دولة برلمانية؟ والله انا اقبل ما يختاره الشعب في دستوره، حتى لو كان هذا النظام هو نظام برلماني. ما عنديش اي اشكالية في هذا الموضوع، مش من باب حب في السلطة، وانما من باب ان انا بقول تعظيم سلام لارادة الناس واختيارهم. صحيفة نيويورك تايمز الامريكية قالت ان ترشيح حضرتك ربما يكون مناورة امريكية اخوانية هدفها وقف زحف المرشح الاسلامي حازم صلاح ابو اسماعيل الى موقع الرئاسة. رد حضرتك ايه؟ هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وطبيعي جدا ومنطقي. لو انا عايز ادخل الانتخابات كنت دخلت من بدري، انما الموضوع بالنسبة لنا كان قرار اخواني حزبي صميم، وكان بشكل مفاجئ بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من الاخوان، وده معروف. واكبر ادلة على ذلك اننا تأخرنا في اطلاق حملتنا والاعلان عنها حتى اليوم فقط، لانه لو كنا مجهزين وعندنا تصورات محددة ما كناش قعدنا استنينا ال10 ايام دول. ده الامر الاول. الامر الثاني ان انا بحترم حق الشيخ حازم وحق كل المرشحين المصريين في ان هم يتقدموا ويقدموا برامجهم للناس كلهم، ونترك الخيار الاساسي والرئيسي للشعب المصري من خلال صناديق الانتخابات، من خلال انتخابات حرة. ولا اقبل ولا يمكن ان يقبل اي انسان مصري تدخل الامريكان او غيرهم في هذا الشأن. رأيك ايه بأزمة الشيخ حازم ولماذا لم تدعمه وكان والده قيادي بجماعة الاخوان؟ احنا من حيث الدعم احنا بندعم القانون والمسائل اللي بتحدد المواقف بشكل صحيح. فاذا ثبت انه هو والدته ما معهاش الجنسية الامريكية بشكل اللي يمنعه من مسألة الترشح، فنحن ندعمه في موقفه وحقه بكل قوة. انه لو ثبت فنحن بندعم تطبيق القانون. خلافك ايه يا فندم مع المهندس الدكتور عبد المنعم الفتوح؟ يعني البعض بيشوف النهارده، واسمح لي اكون معاك صريح لان انت عندك سعة صدر كبيره جدا، من قام باقاله او من قام باستصدار قرار باخراج عبد المنعم ابو الفتوح من جماعه الاخوان هو المهندس خيرت الشاطر. من قام او من رفض او لم حتى يعني لم يرفع سماعه التليفون ويزوره ويقول له سلامتك عندما تعرض لمحاوله اغتيال كان الوحيد المهندس خيرت الشاطر، رغم ان جميع اعضاء جماعه الاخوان راحوا وزاروه واللي كلموا والمرشد راح زاره ما كانش موجود، كان نايم وكان تعبان. ده يخليني يمكن اسالك ويسال وناس كتير تسال ايه الخلاف او طبيعه الخلاف بين حضرتك وبين الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح؟ اولا على المستوى الشخصي لا يوجد بيني وبين الدكتور عبد المنعم اي نوع من انواع الخلاف، وانا على المستوى الشخصي بحمل له كل تقدير واحترام ولا يوجد بيني وبينه اي مشاكل. ثانيا ان انا اللي كنت ورا مشوي من قيادة الاخوان هذا الكلام غير صحيح. انا كنت موجود في السجن وحدثت انتخابات لمكتب الارشاد ومجلس الشورى هو اللي بينتخب، ودول 120 او 123 واحد،
واصوات هي في النهايه اللي بتحدد. البعض كان بيحاول يقول ان انا من جوه السجن بدير وليا درجه من درجات التاثير، وكل من يقول هذا لم يذق مراره السجن ولم يعرف كيف تكون الامور جوه السجون السياسيين، وان الزيارات وان الامور تتم تحت بصر ومراقبه مباحث امن الدولة وممثليها جوه السجن، ولا يسمح لك بالزيارة الا من خلال اقاربك من الدرجة الاولى، زوجتك، اولادك، احفادك، ازواج بناتك، اخواتك، هم دول، ابوك امك لو كانوا موجودين، هم دول اللي بيسمح لهم بالزيارة. وبالتالي الصورة الخرافية المرسومة اللي ان انا كنت راجل ما حصلتش وبدير كل حاجة من جوه السجن بأثر في كل حاجة، دي صورة غير واقعية وغير يعني مطابقة لواقع السجون المصرية، وصورة برضه فيها اهانة لجماعة الاخوان المسلمين. طب خلافك ايه مع دكتور عبد المنعم؟ يعني لما لا يوجد خلاف. سألت عليه لما تعب؟ لما اصيب؟ لا يوجد خلاف. انا سألت او ما سألتش، دي مسألة ملهاش تأثير في الموقف اللي موجود بشكل او باخر، لانه القضية بالنسبة لي مش كده على الاطلاق زي ما البعض بيتصور، يوجد اي خلاف بينه وبينه من اي نوع، واتمنى له التوفيق. والعمل لخدمة الوطن ممكن يتم من خلال مسارات مختلفة، واحنا مهما اختلفنا في اجتهاداتنا حتى ورؤانا سواء على مستوى الجماعة او على مستوى الافراد، فده شيء معتبر وله احترامه، والعبرة في النهاية باختيار الناس، ما هنضرب تعظيم سلام لاختيار الناس بغض النظر عن اي شيء. ودي نقطة مهمة جدا برضو بوجهها للمصريين، ونحن في مرحلة التحول الديمقراطي لازم نتعود على قبول النتائج ايا كانت، اللي ينجح يبقى كويس، واللي ما ينجحش نقول له ربنا معاك ويوفقك، ولو عندك فرصة مرة تانية او ما فيش. خدمة الوطن ممكنة من خلال مواقع كثيرة جدا، والقضية مش قضية حياة او موت انك تنجح او ما تنجحش. دلوقتي يعني يطلق عليك الاخوان انك صاحب مشروع النهضة، ما طبيعة هذا المشروع وماذا يقدم لمصر؟ نعم، اولا هذا المشروع فيه كثير من الرؤى الفكرية المكونة له، وكثير من الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التفصيلية اللي بدأنا نحطها ايضا الان. وانا اذا اردت ان اشير اليه كعناوين رئيسية بشكل سريع، هو اجمالا احنا عايزين نبني بلد، وبنبني بلدنا على اساس المرجعية الاسلامية، ونبني بلدنا في كل المجالات وفي كل الجوانب. انما احنا شايفين انه في محاور اساسية في عملية البناء لابد ان تكون موجود. المحور الاول هو استكمال بناء النظام السياسي في مرحلة ما بعد الثورة. نعم. المحور الثاني هو بناء المنظومة الامنية التي تحقق قدرا مناسبا من الامن والامان لدى المواطنين المصريين وفي المجتمع المصري. المحور الثالث هو بداية اطلاق نهضة اقتصادية شاملة في مصر، وبنستهدف انه الناتج القومي نقدر نضاعفه في خلال 5 سنوات، وانه في خلال من 10 ل 15 سنة نكون من الاقتصاديات المؤثرة في العالم زي ما حدث في حالة البرازيل. المحور التالي بعد ذلك اعادة النظر في المنظومة التعليمية، لانه التعليم في مصر كان بيتم بشكل عشوائي ولم يكن مرتبطا ببرنامج لتنمية مصر وخططها النهضوية، او بلغة الدول الغربية حتى ما كانش مربوط بسوق العمل، وده امر واضح جدا للعيان. مفيش بلد في الدنيا بتسيب مرحلة التعليم القبل الجامعي ده يعلم تعليم امريكاني وده فرنساوي وده كندي وده ياباني بهذا الشكل موجود. المفروض انك بتعلم وفق رؤية استراتيجية عشان توصل لمنتج له مواصفات معينة يساهم في برامج التنمية المختلفة. بعد المحور التعليم، المحور الاخر هو توفير قدر مناسب من الحياة الكريمة للانسان المصري او للشعب المصري، وده يتمثل بدرجة كبيرة جدا في تطوير والاهتمام بقطاع الخدمات في مجال الصحة، في مجال النقل، في مجال الطرق، في كافة المجالات المتعلقة بقضية الخدمات. المحور التالي هو تحقيق اكبر قدر ممكن من السلام والتعايش الاجتماعي والطائفي. نعم. لانه كما تناولنا منذ فترة في حالة من حالات الاحتقان، مش الطائفي بس، ده كمان المجتمعي، وده امر مخالف للي اتربينا عليه لغاية اللي عشناه 1400 سنة. فعايزين النهاردة اعادة النظر في بعض التشريعات، في الاجراءات الادارية، هنعمل ايه في مشاكل الفساد اللي تمت، في مشاكل الظلم اللي تمت. مثلا لقينا تجربة جيدة في جنوب افريقيا بيتكلموا عن ما يسمى بالعدالة الانتقالية لمرحلة محددة عشان علاج كل الاثار اللي ترتبت على مرحلة ما قبل الثورة بشكل يغلب عليه الطابع الواقعي شوية.
ايضا من المحاور المهمه في مساله هناك فيها مصالحه مع النظام السابق في جنوب افريقيا، هل انت تؤيد المصالحه مع النظام السابق؟ انا لا اؤيد مصالحه او عدم مصالحه، القضيه لها ابعاد كثيره جدا. فمسائل التعذيب والظلم والقتل، احنا النهارده الجلسه اللي احنا جالسينها دي والترشح لرئاسه الجمهوريه لم يكن ليتم لولا الثوره اللي قامت ونجحت واسقطت مبارك، وهذه الثوره ما كانت لتقوم وتتم لو ما كانش فيه شهداء قدموا حياتهم وشباب ضحى بعينيه وبأجزاء من جسمه وعدد من الإصابات الكثيرة، وبشباب سجن قبل الثورة وبعد الثورة، شباب ورجال سجنوا قبل الثورة وبعد الثورة، وناس ماتوا في السجون وماتوا في أقبيتها وماتوا في مقرات التعذيب في أمن الدولة في أقسام السلطة قبل ذلك. ففي تضحيات عظيمة وكثيرة وفي مظالم وقعت على الناس، فليس سهلا أن نطلق عنوان المصالحة كده بشكل مطلق، ولكن نحن نتحدث عن تسويات، عن تحقيق السلام الاجتماعي. فأحيانا لابد من رد المظالم، أحيانا لابد من حث بعض المظلومين بأنه يصفح ويعفو عن بعض صور الظلم اللي موجودة. يعني سيادتك مع أنهم يردوا جزء من ثروتهم في مقابل الإفراج عنهم؟ في الجانب الاقتصادي ممكن تصل لبعض التسويات الواقعية أحيانا، وفي بعض الأحيان الأخرى لو كان ده صاحبها عمليات قصد إفساد بشكل منظم تجاوزت رجل الأعمال لغيره من الناس، ربما يبقى حق المجتمع وحق الدولة وحق يعني الناس. أحمد عز عرض جزء من ثروته في مقابل الإفراج عنه، نوافق على ذلك أم لا مثلا؟ كمبدأ أحمد عز دوره أكبر من مسألة الفساد الاقتصادي، ساهم في إفساد الحياة السياسية نفس العرض بشكل كبير. ما أنا هنا أتحدث عن مبدأ محاولة الوصول لقدر مناسب من العدالة وقدر مناسب من السلام الاجتماعي، ولكن هذا لا يعني التنازل عن حقوق من ظلم أو من قتل أو من سجن أو من نهبت أمواله أو هتكت أعراضه. فنحن نتحدث عن بناء منظومة كاملة اللي سموها الجماعة في جنوب أفريقيا العدالة الانتقالية. يعني إيه العدالة الانتقالية؟ بيحط مجموعة من القوانين والتشريعات لهذه المرحلة الانتقالية، لأنه كان في واقع موجود في ظروف معينة وحصل الآن بعد الثورة ما نقدرش نتعامل بشكل مطلق أو لا، ولذلك لابد من وجود حلول وسط لكثير من الموضوعات. عندي اسئله كثيره جايه لنا على النت، على موقع اليوم السابع وعلى موقع البرنامج. اسمح لي في تلغرافات بقى الاجابات يا فندم. هل يعني محمد غنيم بيسال هل يوجد اتفاق بين الجماعه والمجلس العسكري على ترشحك؟ لا. عمرو حمدي بيسال هل من الممكن ان المهندس خالد الشاطر يدير مصر بشخصيه مستقله عن الاخوان على الرغم انه ترشح بقرار من الاخوان؟ انا لن ادير مصر في حاله اختيار الشعب ليا بشكل مفرد في كل الاحوال، ولكن ليس من خلال الإخوان، ولكن من خلال تطوير مؤسسة الرئاسة وتوزيع أدوار محددة بينها وبين مؤسسة الحكومة ومؤسسة البرلمان. هذا قضية أساسية بالنسبة لي، أن يكون هناك رؤية مؤسسية في ظل الدستور وليس في ظل توجيهات. محمود بيسأل هل فعلا حضرتك في بداية حياتك عملت كتاجر عملة؟ أبدا، هذا لم يحدث ولم أمارس هذا العمل في أي لحظة من لحظات حياتي على الإطلاق. لم يحدث على الإطلاق. عزت ونيم بيسأل هل من الممكن أن تنسحب لأحد من الإسلاميين؟ لا أعتقد أن هذا سيحدث الآن، لأنه أنا مش مرشح عن نفسي حتى أصنع ذلك، ولكن أنا مرشح عن الجماعة ومن الحزب، فإذا ما رأت الجماعة والحزب ذلك فهذا سيكون قرارهم. عمرو حبكة بيسألك ما هو برنامجك للمصريين بالخارج وماذا تقدم له؟ والله المصريين بالخارج ده ملف رئيسي بالنسبة لنا، لأنه من الأمور المهمة هو الحرص على كرامة هؤلاء المصريين وحماية مصالحهم. أنا عشت في أكثر من دولة عربية وأجنبية ووجدت أن المصريين بيقع عليهم كثير من الظلم ولا توجد جهات مختصة برعايتهم بالقدر الكافي. يمكن في بعض البعثات الدبلوماسية ده بيتم بشكل جزئي، إنما كإطار عام أنا عشت في بلاد كثيرة ولم ألحظ وجود هذه الرعاية والأهمية، فتوفير أكبر قدر ممكن من الرعاية والحفاظ على حقوقهم وحمايتهم ده أمر رئيسي في الفترة القادمة. وأيضا التركيز على بناء قنوات تواصل في المجال السياسي والمجال الاقتصادي والمجال الثقافي بينهم وبين بلدهم مصر أمر أيضا مهم جدا ومن أولوياتنا في المرحلة القادمة. لكن سيادتك مرة يا فندم يعني في كام ديفيد قلت لي أنا مرشح الحزب، دلوقتي عايز بتقول لي أنا مرشح الحزب والجماعة. أنا بحس ساعات إن في حاجات
بنقول فيها الحزب والجماعه، وفي حاجات نقول بس فيها الحزب، ولا شايف ايه؟ لا، ما هو بصفه عامه بصفه عامه المواقف اللي يغلب عليها الطابع السياسي دي قضيه الحزب. ما احنا عندنا ادوار، الجماعه دي اطار مشغول بقضيه النهضه ككل، انما الحزب هو الذراع السياسي لها، فهو المسؤول عن الملفات السياسيه بشكل اجمالي. طيب محمد مصطفى بيقول: هل صحيح ان قريتك كفر الترعه القديم معظم اهلها لا يؤيدون ترشيحك؟ هذا الكلام غير صحيح بالمره، بالعكس اللي موجود هو عكس ذلك تماما. هل ستحاول الاستعانه بممثلين لباقي القوى الوطنيه في حكومتك او النظام الجديد، ام ستكون حكومه اخوانيه بحته؟ هي قضيه الحكومه الان هتتوقف على مساله الدستور القادم. فاذا كانت حكومه برلمانيه رئيس الجمهوريه لا صله له بتشكيل الحكومه. اذا كان نظام مختلط او نظام رئاسي ممكن هيبقى له دور. والاصل المعلن مننا كحزب وكاخوان، وانا شخصيا مقتنع بذلك بشكل كبير، وكذلك الدكتور محمد مرسي، هو ان تكون حكومه ائتلافيه واسعه. رايك يا فندم في حريه الابداع والفن؟ بتشوف سينما سيادتك، بتشوف مسرح، تسمع اغاني؟ والله انا لا اعتراض لي على حريه الفن او الابداع، ولكن من الناحيه العمليه لا يوجد لدي وقت لممارسه اي هوايات او التمتع بما يتمتع به اغاني خالص. ما هو الواقع انا من اول ما بقوم لغايه ما بنام بالليل وانا مستغرق ومستهلك في كثير من الامور. لكن ممكن تصدر روايه معاهده كرئيس او يمنع فيلم سينمائي؟ لا يعني الاصل، خلي بالك، الاصل الاساسي في المنهج الاسلامي كله ان لا اكراه في الدين. فمن باب اولى لا اكراه في منهج حزب الحريه والعداله او منهج الاخوان المسلمين. محمود مختار: هل ستعقد علاقات دبلوماسيه مع ايران او غيرها من الدول التي يغلب عليها المذهب الشيعي؟ والله احنا من حيث المبدأ ما بنقولش ان احنا ما نعقدش حاجة مع دولة من الدول بغض النظر عن اعتقاداتها ومناهجها، انما بنحدد المعيار الاساسي لقضية التعامل. هل هذا الطرف معتدي؟ هل يتدخل في شؤون الغير؟ هل بيمثل خطر حقيقي علينا او على غيرنا؟ فاذا كانت الادلة بتقول انه خطر او له مشروع توسعي او بيأذي جيرانه، فبالتأكيد هيبقى لنا موقف منه. لانه احنا امن مصر وامن المنطقة العربية يعني وحدة مترابطة لا تنفصل عن بعضها البعض. احمد محمد بيقول لك: يا باشمهندس انت ليه مش بتبتسم كتير وانت بتتكلم؟ وهل فعلا انت حضرتك بكيت اول ما عرفت خبر ترشحك؟ نعم بكيت، انما ان شاء الله اوعد ان انا احاول ابتسم. محمد ابراهيم: لكن كثرة الهموم يا اخي انستنا الابتسامة معذرة. محمد ابراهيم بيقول لك: هل تقبل مناظرة على الهواء مباشرة مع الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح؟ انا لا مانع عندي من حيث المبدأ، ولكني لا احب بشكل طبيعي ان انا اتحط في موقف عشان يبقى هدفي ان انا اسوق نفسي او ان انا اقول للناس انتخبوني او رشحوني. انا راجل مؤمن برسالة ومقتنع ببرنامج او مشروع نهضة بمثله انا وكل الاخوان والحزب ايضا، وبنسعى لتنفيذه. احمد النجار بيقول لك: هتعمل ايه في عجز الموازنة والدين الداخلي، وكم سنة تحتاجها حتى تقضي عليهما؟ هو احنا ان شاء الله تعالى الدراسة المبدئية اللي احنا عاملينها ان احنا محتاجين لحوالي 5 سنوات تقريبا لعلاج الدين اللي موجود الداخلي والخارجي، ومسألة عجز الموازنة من الممكن ان نصل لحل لها قبل هذه 5 سنوات. احمد المحلاوي بيقول لك: ما دور ابناء الرئيس واولاده؟ يعني سيادتك ما زلت مرشح، ومع ذلك كلما نفتح موقع اخباري الا وجدنا تصريح لاحد ابناء سيادتك، وهنا ارجو من سيادتك ان تطلب منهم ان يكفوا تصريحاتهم عن الصحف. وبالنسبة لزوجة الرئيس وكلنا يعرف ما يتبعه هذا المنصب من مسؤوليات دبلوماسية، هل الزوجة الفاضلة سوف تعمل تقوم بلقاءات الدبلوماسية وتقوم بمصافحة الضيوف الذين يأتون إلى مصر؟ هو بالنسبة لمسألة دور الأسرة، أنا لا أستطيع التدخل في أولادي من حيث منعهم عن التعبير عن رأيهم في التويتر أو الفيسبوك، لأن ده حق طبيعي لأي إنسان. إنما هم لا يعطوا تصريحات لأحد. هو اللي بيحصل ان كل واحد على صفحته، يعني بنت من البنات لما عرفت ان ابوها سيرشح لرئاسة الجمهورية قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، من منطلق إحساسها بعظم هذه المسؤولية، لأن إحنا كإسلاميين تربينا على إن دي مسؤولية كبيرة جدا. لكن في ابن حضرتك في الأخبار قريت امبارح أو أول امبارح تصريحات ليها مهمة جدا، قالت فيها إن حضرتك تترشحت لمنصب الرئيس عندما عرفت أن الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل سوف يخرج من دائرة الترشح. لا، هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. قرارنا في مجلس شورى الإخوان لم يكن مرتبط بأي درجة من الدرجات بموقف أي مرشح آخر على الإطلاق. الدكتور المهندس فاروق والي بيقول لك: أنت راضي أن يقول عنك البعض من المغالين من جماعتكم أنك يوسف العصر؟ لا، أنا لن أصل لمرتبة السيد يوسف حتى سيدنا يوسف حتى أرضى أن أوصف بهذا الوصف. فهو نبي. نعم.
لكن في بيقولوا كده مظبوط. انا بقول انا لا ارضى ان انا اوصف بهذا لانه مش هصل لهذه الدرجه تحت. محمد العجمي بيسالك ايه رايك في نظام تسليح الجيش المصري المقتصر تماما على السلاح الامريكي، وهل انت مؤيد بالمشروع النووي لتوليد الطاقه؟ نحن نؤيد بشكل قوي تقويه جيشنا والوصول به لافضل جيوش في المنطقه. دي مساله تحتها تفاصيل كثيره لا اعتقد انه مناسب عرضها وطرحها على بهذا الشأن. منى عبد الرحمن بتقول هل ستحلون جماعة الإخوان المسلمين في حالة فوزكم وتكتفون بالحزب؟ لا أعتقد أن ذلك مطروح حاليا. دكتور جمال سليمان من الشرقية بيقول هل من الممكن أن تعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك إذا حكم عليه بعد توليك رئاسة الجمهورية؟ أنا لا أملك هذا الحق، فحسني مبارك أخطأ في حق الشعب المصري كله، فلا بد أولا حاجتين، الحاجة الأولانية حكم القضاء، والأمر الثاني أن أي تعديل في وضعه أمر يرجع فيه للشعب المصري بأكمله. نوبي بيسألك هتعمل ايه بخصوص تهجير النوبة واللغة النوبية والثقافة النوبية، هل ستتركها تندثر مثلما فعل النظام السابق؟ لا بالتأكيد، نحن يعني من القضايا المهمة انه المسائل اللي فيها عندنا فيها مشاكل زي منطقة النوبة هنديها ان شاء الله تعالى بغض النظر عن مسألة الرئاسة، ده حتى في تصوراتنا لأي صورة من صور العمل التنفيذي أولوية واهتمام في المرحلة القادمة. المهندس محمد علي بيسأل حضرتك ما هو ردك على الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز عندما قال مصر لا تستطيع أن تمنع البكيني والسياحة الجنسية لأن هذا الدخل الوحيد لمصر. بيريز حر يقول كما يقول. محمد يوسف بيسألك هتعمل ايه فيما يخص الأخبار في مصر عندما تتولى الرئاسة؟ ما أنا ذكرت هذا السؤال جاوبته. دكتور محمد بيسألك كيف تحل قضايا العشوائيات في مصر؟ هي العشوائيات والطبقات المهمشة والقطاعات الطويلة الفقيرة بتأتي على قمة اهتمامنا وأولوياتنا كحزب في الفترة القادمة بغض النظر برضو عن الرئاسة والحكومة، لأنه يمكن دي أكتر مسؤولية الحكومة أكتر من مسؤولية الرئاسة، إنما ده موضوع في غاية الأهمية لأن دول أهلنا وإخواننا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا، ولا يعقل ولا يجوز لنا أن نتركهم يعيشوا في هذه الظروف الصعبة. باشمهندس أولوياتك لمصر وماذا تتمنى له؟ أتمنى لمصر أن تصبح دولة قوية متقدمة توفر قدرا جيدا وطيبا من الحياة الكريمة لأبنائها. أتمنى لمصر أن كل شاب وكل مواطن يجد مسكنا وملبسا، وأن يجد مكانا للتعليم الجيد، وأن يجد مكانا للخدمة الصحية المتطورة، أن يشعر بالاعتزاز والفخر بأنه يعيش في بلد حضارية متقدمة وصلت لمستوى متقدم بتلبي له أكبر قدر ممكن من احتياجاته، بتحقق طموحاته، تعتبر نقطة ومصدر إشعاع في العالم كله للخير والسلام والنهضة والتقدم. تقول ايه على بعض المنشقين عن جماعة الإخوان من القيادات الكبرى زي الأستاذ كمال الهلباوي اللي استقال لمجرد ترشيح حضرتك في هذا المنصب، وبعض شباب الإخوان اللي رفضوا ترشيحك وأيضا تم فصلهم من جماعة الإخوان، تقول لهم ايه؟ ما حدش رفض ترشيحه وتم فصله أولا. ثانيا مع احترامي الكامل الأستاذ كمال الهلباوي ليس قياديا كبيرا في جماعة الإخوان، ولكن أنا بحترم كل هؤلاء ولهم مطلق الحرية في أن يعبروا عن آرائهم بالطريقة اللي يحبوها واللي يشوفوها مناسبة، وده أمر طبيعي جدا لأن الرابطة اللي بتربطنا كإخوان أو في أي حزب من الأحزاب هي رابطة طوعية، إنما طالما ارتبطنا بهذا الحزب أو بهذه الجماعة فالطبيعي أن احنا نلتزم بما تستقر عليه شورى هذه المؤسسة سواء الهيئة العليا في الحزب أو مجلس شورى الجماعة، وبالتالي قضية الالتزام الحزبي دي مسألة معمول بها في كل الأحزاب، فطبيعي جدا ان اللي يرى رأيا آخرا مخالفا لما تسير عليه الجماعة وسير الحزب انه ياخد خط تاني مع كامل التقدير والاحترام، ولا يوجد لدينا اي مشكلة على المستوى الشخصي معه. باشمهندس انتوا تريدون كتابة دستور لمصر ام تريدون كتابة دستور للإخوان؟ لا، دستور لمصر بطبيعة الحال. طب تفسر بايه الحالة اللي موجودة النهاردة في لجنة صياغة الدستور والانقسامات التي وقعت والاستقالات الكثيرة والانسحابات منها تحت مسمى ان الإخوان يريدون ايضا احتكار كتابة الدستور؟ الإخوان لا يريدون احتكار الكتابة. انا الاعضاء الحزب الحرية والعدالة الموجودين في الجمعيات التأسيسية 37 واحد من 100، رغم ان احنا نسبتنا في المجلس الشعب والمجلس الشورى اكتر من 50%، فلو اردنا الاحتكار كحزب كنا رشحنا قائمة كاملة 100% واخترناها من خلال الاغلبية بتاعتنا، اننا لم نلجأ لذلك ولم نسعى الى ذلك، وانما توضعت قائمة كبيرة
فيها 37 من الحزب الحرية والعدالة، والباقي من الاتجاهات المختلفة الكثير منهم لم يكن له أن يحصل على أصوات لو احنا عندنا توجه معين في هذه القصة. هي النقطة ان البعض بيحاول يتصور قضية التوافق المطلق، ومسألة التوافق المطلق دي مستحيلة من الناحية النظرية، انما احنا بنسعى لتحقيق اكبر قدر ممكن من التوافق. لان النهاردة لو اغلبية الشعب المصري قالت وطلبت، او الجمعيات التأسيسية او غيرها قالت عايزين النظام البرلماني مثلا فيما يتصل بقضية الرئيس، وبقيت مجموعة قالت عايزة النظام المختلط او النظام الرئاسي، فماذا سيكون الحل؟ فصعب جدا انك انت تصل لتوافق بنسبة 100%. فدي قضية اساسية احنا بنحاول، وانا اعتقد وانا مش متابع الملف بشكل تفصيلي لان ده شأن من شؤون مجلس الشعب والشورى، وبيتم محاولة حل الازمة الحالية الان. سيادتك مسؤول عن ملف تطوير الجماعة، هل ستواصل دورك داخلها حتى عندما تتولى رئاسة الجمهورية؟ لا، حتى من الان تركت كل الملفات اللي كنت مكلف بها داخل جماعة الاخوان المسلمين، لان استقلت من كل مواقعي الادارية، وبالتالي لم يعد لي اي مهمة او تكليف داخل جماعة الاخوان المسلمين الان. لكنك نزلت حتى الان تتحدث اسم الجماعة لغاية دلوقتي؟ لا، انا لا اتحدث باسمها، ولكنك انت اللي سألتني بعض الاسئلة، فكنت احب ان انا ارد عليك بطريقة انه هذه الاسئلة من الممكن ان تسأل احد مسؤولين الاخوان عنها، ولكن حيائي منعني من ذلك. طيب اذا لا قدر الله يعني لم يحالفك الحظ ولم تفوز بانتخابات الرئاسة، هل تعود مرة اخرى الى منصب نائب المرشد العام لجماعة الاخوان؟ الحقيقة ان الاعراف واللوائح عندنا بتقول انه هذا لا يتم بشكل تلقائي، وانما انا ببقى موجود فرد في مجلس الشورى، فاذا خلى مكان في مكتب الارشاد ومجلس الشورى من خلال الانتخابات الحرة انتخبني ممكن اعود، ما انتخبنيش ما اقعدش. الحقيقة انا في نهاية حواري انا بشكرك اولا لسعة صدرك، الله يكرمك، واشكرك على هذا الحوار، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق. الله يكرمك. وانا الحقيقة بشكرك وبشكر البرنامج والقناة والسادة المشاهدين على صبرهم على هذه الفترة الطويلة وقلة ابتساماتي نتيجة ما احمله من هموم، وبحب رغم ضعف قلة الابتسامات ابعث برسالة امل وتفاؤل لكل المصريين انه رغم الظروف الصعبة على المستوى الاقتصادي او السياسي او غيره، اننا على ثقة من ربنا سبحانه وتعالى هيوفقنا جميعا كمصريين ونخرج من الازمة الحالية وحالة الاوضاع الاقتصادية الصعبة بعض الشيء، لان يعني من خلال سنن الله في الكون وفي التاريخ ومن خلال دراسة كثير من التجارب في الدول المحيطة كانت ظروفهم اصعب مننا، وشعبنا اعظم من كثير من الشعوب، عنده طاقات خلاقة كبيرة، ولو منح الفرصة الحقيقية لاخراج هذه الطاقات وهذه القدرات هيبقى قدرته على مواجهة كل التحديات كبيرة جدا، وهنصنع كلنا مع بعض بلد جميلة متطورة، نموذج حضاري راقي ورائع ويليق بنا كمصريين، لنا تجربة تاريخية حضارية طويلة، ربما من اقدم التجارب التاريخية الحضارية على مستوى العالم كله ان لم تكن اقدمها على الاطلاق كما يعترف بذلك الجميع. فارسلت رسالة طمأنة وتفاؤل وامل، وان شاء الله تعالى ربنا يوفقنا جميعا لبناء مصر الجديدة ونصل للدرجة المطلوبة من الحرية والعدالة والكرم. ونحن ايضا نتمنى ان تكون رئيسا لكل المصريين اذا ما اصبحت رئيسا لمصر ان شاء الله. شكرا جزيلا المهندس خيرت الشاطر المرشح لرئاسة الجمهورية. شكرا. فاصل ونعود. شكرا.